عسلامتكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير. الملخص اليوم 10/11 للفورماسيون مايكروسوفت 365. حاضروا دونك حبيت نعمل ريزومي واحد بالنسبه للنهارين تاع فورماسيون اللي علاش خاطر شفنا فيهم نحن دي زيكزارسيس وبالاخص ان كيو سي ام. دونك كيو سي ام ما كانش بازي على فري والفو كيما لي كيو سي ام المعروفين، دونك كان بازي على دي يوز كيز، كانوا بازي على دي كات فيغور والا وضعيات انت باش تعرض لهم نوتامون en tant que administrateur, la personne qui va gérer la partie Microsoft 365. كيف كيو سي ام مهم على الاخر خاطر عملنا ان رابيل وروتور اون اريير بالنسبه لي فوندامونتو نتاع اوفيس 365، دونك كيما لي سيرفيس اكشانج شير بوينت تيمز الوان درايف الخ وكيف زاد البارتي نتاع الانترا اي دي خاصه في الكادر نتاع l'administration d'Office 365. donc QCM هذا كيف باش تلقاو في الديسكريبسيون تاع الفيديو هذا دو ليان، دونك زوز روابط. الرابط الاولاني بالكل ولا اللين الاولاني بالكل باش تلقاو فيه الكيو سي ام من غير لي ريبونس، والرابط الثاني باش تلقاو فيه الكيو سي ام باللي ريبونس نتاعو اذا كان تحبوا تعاودوه وحدكم. كيف فما حاجه مش مفهومه كومنتير لهنا والا ميساج على الانستغرام والا تسالني نطلعوا المره الجايه في اللايف وهكاكا تنجم تسالني السؤال نتاعك. فوالا دونك وصلنا للنهايه نتاع الانترو نتاع الفيديو نتاعنا. نحن ما نقول لكم كان مشاهده طيبه للجميع. نحلوا كيو سي ام. خلينا نبداو خويا في الصحيح. نحلوا كيو سي ام. اش باش نعمل انت بالضبط؟ اون ميم طون راني باش نوريكم لقطه كيفاش نحضر كيو سي ام من غير ما نكسر راسي برشا. عندك خويا تشات جي بي تي حضر لي كيو سي ام على الحكايه هذه وهذه وهذه وهذه. دونك انا جانفيت كل انسان عنده تشات جي بي تي والا جيميناي يقول له خويا اعطيني كيو سي ام على اوفيس 365 بارتي فوندامونتو على البارتي نتاع انترا اي دي لي جيست يوزر لي يوزر ممبر هذوكم على لي جروب كذا وكذا 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 بك وزع على اللونتري نتاعك. فهمتني؟ بارتي كملناها زي لا انا تو جوست قاعد البارتي نتاع وين وصلناه نحن توا نعمل عليه في كيو سي ام مازال ما كملناش. فهمتني؟ باش الامور تدروش بالكدا. فوالا جيت قلت له انا قلت له généralement un QCM pour les fondamentaux d'Office 365, Teams, OneDrive, SharePoint, Exchange Online, avec aussi les fondamentaux d'Intra-ID, notamment sur la partie user group. Merci de me donner aussi le QCM des use cases réels. معناتها حاجات لازم تعرض لهم في الشركه. يا سيدي من سيدك. Vous créez une équipe de projet dans Microsoft Teams pour un client externe. Quel emplacement le plus approprié pour stocker les documents partagés de l'équipe afin qu'ils soient accessibles dans Teams et via site web. قالك باش تعمل création d'une équipe Teams pour un client externe. اش معناتها pour un client externe لهنا؟ اول constat pour un client externe اش معناه؟ هاي معاي ماهوش موجود معانا بي موش الروباز نتاعو نفس الانتربريز والله ما سمعتك. الروباز نتاعو اكسترن يعني ماهوش في نفس صحيت ما مش لاروباز نتاعو الاكسترن ما هو يوزر تايب اكسترن او بمعنى اخر جيست يوزر. جيست صفوين هذاك جيست اكزاكتومون جيست يوزر. فهمتني؟ دونك انت قالك باش تجوتي جيست يوزر في équipe Teams. Quel emplacement le plus approprié pour stocker les documents partagés de l'équipe afin qu'ils soient accessibles dans Teams et via site web. قالك خويا باش تستوكي فيهم في Teams ولي دوكيومون في انا بلاصه بالضبط. عاد هذه من الحلقه الثالثه ظهر لي بتاع اللايف ويت بدينا فيها عرفنا الحكايه هذه. عندك كيب تيمز وعندك دوكيومون تحب تستوكيهم تنجم ديريكتومون. هو سؤاله لهنا خاطر حب يعمل علاقه معينه مع حاجات معينه اخرين. ما نحن مثلا العاديه نمشي للتيمز للكيب تيمز تك نمشي نعمل الابلود نتاع لي دوكيومون نتاعي. اما هو لهنا حاب يقول لك شنو اللي وراه التيمز هذاك. قالك وين نستوكي بالضبط كي باش نحطو انا في تيمز إلس ستوكي او بالضبط. اسكو في بيبليوتيك de documents SharePoint associés à l'équipe Teams, dans OneDrive de chef de projet, puis partagé manuellement avec chaque membre, dans une boîte aux lettres partagée, Exchange Online, avec des pièces jointes par mail, dans le dossier partagé avec moi et chaque membre de l'équipe. A, B, C, D. A, correct.
علاش قالك cette option est la plus adaptée car le site SharePoint associé à l'équipe Teams est conçu pour être le stockage principal des fichiers d'équipe. Les fichiers شنو d'équipe. إذا كان جات العملية قالك échange في الشات 1 to 1 في الشات 1 to 1 عملية يقول لك وين ستوكي وقت تولي وان درايف. cette option la plus adaptée خاطر كل équipe Teams وراها SharePoint ولي دوكيمون اللي échangé في équipe Teams راهم ستوكي في الشيربوينت الاسوسي. فاهمين؟ باهي. الكيستيون الثانية. Un utilisateur se plaint de ne pas voir certains fichiers dans son équipe Teams, dans son OneDrive, synchronisé sur PC. Quel scénario explique le mieux ce comportement? قال لك فما يوزر متقلق كيفاش فما دي فيشي مش قادر يرى فيهم فك الاكسبلوراتور نتاع وان درايف. الاكسبلوراتور نتاع وان درايف اللي هو هذايا الولاد عرفتوه اللي وريته لكم المره اللي فات. هذايا كي انت تليشارجي اللوجيسيال نتاع وان درايف عندك في الماكينه في البي سي نتاعك يحلك يعمل لك اكسي نتاع الوان درايف نتاعك من هنا من غير ما تقعد تمشي الوان درايف اون ويب. معناها واضحه الريمارك هذايا. قالك يوزر متقلق كيفاش فما دي فيشي دو سون ايكيب تيمز de son OneDrive synchronisé sur PC. Quel scénario explique le mieux ce comportement? مش قاعد يرى في لي فيشي نتاع ايكيب تيمز خاطر لهنا فيت في الوان درايف كيما نجم نجوتي الوان درايف كيما نجم نجوتي البارتي لهنا لي سيت شيربوينت من هنا ندخلوا لها معناتها لي سيت شيربوينت اللي انا ممبر فيها مش سيتات الكل راهو. دونك يقولوا سيت شيربوينت دونك نقولوا لي مايكروسوفت تيمز معناتها لي زيكيب اللي انت فيهم ديجا تنجم تاكسيدي لهم من هنا. نحكي على لي فيشي مش نحكي على الديسكسيون نتاع الشات نتاع ليكيب نحكي على لي فيشي. Donc, les fichiers sont stockés dans la bibliothèque SharePoint de l'équipe et l'utilisateur n'a pas encore configuré la synchronisation de cette bibliothèque. Les fichiers sont stockés dans la bibliothèque SharePoint de l'équipe, ok, et l'utilisateur n'a pas encore configuré la synchronisation, mais j'ai la configuration de la synchronisation de telle manière que les fichiers stockés في Teams هذاك عنده من هنا. وإلا les fichiers sont automatiquement exclus de la synchronisation lorsqu'ils sont supérieurs à 10 mégaoctets. Les fichiers sont stockés dans un canal standard de Teams qui n'est jamais synchronisable dans OneDrive. في OneDrive les sites SharePoint اللي وراهم équipe Teams تراهم الكل باللي كانوا نتاعهم الكل. Donc هذايا غلطة. Les fichiers sont stockés dans OneDrive personnel d'un autre membre, ce qui rend invisible dans l'application. قال لك على اساس هو الجا لهنا وحل الOneDrive تاع عبد اخر. Donc A B C D يعني هي فيها هي نورمالمون شنو؟ اش قلت لك؟ يعني fichier de son équipe Teams dans son OneDrive. هاي هو في équipe Teams راه في الشيربوينت الوان درايف بيرسو. صحيت. اما اش قلت لك انا قبل لك قلت لك راه في البارتي قطره في الكرام تاعي ولا هو يحكي على البارتي هذايا مش يحكي على الوان درايف كلاسيك اللي تدخلوا بالويب هذاك porter.fis.com بعد تمشي للابليكاسيون وان درايف. لا يحكي على اللوجيسيال وان درايف كي تنساليه عندك في الماكينه يخرج لك هذوما يعطيك السينكرونيزاسيون تاع الوان درايف نتاعك دو تيل مانيير تاكسيد لي فيشي نتاعك اللي في وان درايف ديريكتومون من ماكينتك. واضحين؟ اما قلت لك زاد تنجم تجوتي لي سيت شيربوينت اللي انت ممبر فيهم دو تيل مانيير تجوتي لي زيكيب تيمز اللي انت ممبر فيهم. دونك لهنا معناتها كيما ترى الوان درايف نتاعك انت تجي ترى لي فيشي اللي ستوكي في لي تيمز اللي انت ممبر فيهم. فهمني شنو؟ نرجعك تو لهنا. ما عرفت انا اجيبستان ثم كلمه هي مود باس اللي هي سانكرونيزي. اي شو اعطيني ريبونس عندك اسمع عندك A B C D اعطيني ريبونس. n'a pas encore configuré A. الA متأكد؟ ما عملش سانكرونيزاسيون على في الشيربوينت ويب باش يولي يشوفهم عنده في البي سي ديريكتومون. ما عمل سانكرونيزاسيون مع الشيربوينت ويب مش ما عمل سانكرونيزاسيون فوالا ما كونكتيش التيمز نتاعو على الشيربوينت نتاع التيمز هذاك بيدو في الوان درايف نتاعو. هذاك اش حاب تقول؟ لا ريت كي تدخل شيربوينت ويب عندك دي فيشي بار اكزامبل فما بوتون 3 بوين
تنزل عليها تجيك سانكرونيزي. ايه انا ما عادش باش نقري انا. طب خلينا نجي قري صاحبي، خلينا نجي قري، خلينا نجي قري. ما عادش باش نقري، باش نخلي نجي قري انا هكا صاحبي. لا وحده لا صاحبي، عطيتني بالرسمي الممو معناتها ديريكتومون الانترفاس قدامك كاينها وطف طف طف. دونك صحيت صاحبي، الريبونس انا فاهم. il n'a pas été configuré. mais c'est correct صاحبي. Cette réponse décrit correctement un cas fréquent où l'utilisateur n'a pas synchronisé que son drive personnel mais pas la bibliothèque SharePoint. علاش انا لهنا خو تعطيني اليوز كيز نتاع الشركات، خاطر تنجم انت يجيك تيكي في الوحده هذا يقول لك اسمعني راني الوان درايف نتاعي قالوا لي نجم سانكرونيزي فيه البارتي نتاع تيمز، اما شبيني مش قادر نرافي لي فيشي نتاعي في البارتي نتاع وان درايف. فهمني شنو تنجم تجيك تيكي في الحكايه هذه باش عملت ترابل شوت. ترابل شوت ديما تعاود فيها مش معناتها ترابل شوت اللي هو التصليح صاحبي، تصليح والا باش تعمل ريزوليسيون نتاع مشكله في تيكي معناها. فهمت شنو هذاك؟ شنو الترابل شوت باللونجلي هي؟ فهمتني؟ هاي كيستيون اللي من بعدها قالك vous devez donner un accès temporaire à un sous-traitant externe pour un projet de 3 mois. Quelle approche avec Intra ID, Microsoft et Microsoft 365 est la plus adaptée pour gérer ses accès aux ressources Teams et SharePoint au projet؟ قالك شنو هو الابروش اللي نستعملها باش نجم نعطي اكسي التيمز الشيربوينت نتاع البروجي هذاك. كيما قلت لكم هذا كاش قلت لكم راهو التيمز احسبوا راه كاينو كل سوجي ولا كاينو بروجي على حاجه معينه. مثلا نعمل ايكيب تيمز اسمها ميغراسيون فيرو فيس 365 والا نعرفش انا جيستيون دي جروب ام 365 ايكيب تيمز كامله واللي كانوا هما لي سوجي نتاعها. دونك هو عطاك بروجي من النوعيه هذيا تيمز شيربوينت على البروجي هذاك كما قلت لكم تيمز وراه شيربوينت. دونك شنو نعملوا بالضبط؟ inviter l'externe comme l'utilisateur invité B2B dans Intra et l'ajouter comme invité à l'équipe Teams du projet, partager des fichiers du projet via des liens anonymes accessibles sans authentification. هذا ما فسرت لكمش انا المره اللي فاتت، ما تنفسرها لكم المره الجايه. ديتاي صغير كي ندخل في الشيربوينت هذا بارتي تاع الشيربوينت في الادمين. قال créer un compte interne dans Intra ID et l'ajouter comme un membre permanent de l'équipe, utiliser une boîte aux lettres partagée Exchange Alin pour échanger tous les documents du projet avec le sous-traitant. عندك واحد اكسترن تحبوا يدخل التيمز معين، التيمز معينه اللي تحكي على بروجي معين، شنو نعمل بالضبط؟ لحظه هو ادميتون عملت له كونت مش انترن اما كونت اكسترن جيست ينجم يدخل الاوتلوك والتيمز بنفس الادريس هذيك بالاروباس جيميل يعني. باهي نعملوا ريديفينيسيون تاع الجيست هو ضيف باش يجي عندك il va accéder à quelques ressources عندك انت. parmi les ressources اللي عندك انت هما لي سيرفيس اوفيس 365 الاوفيس 365 اللي هما لهنا عندك التيمز الشيربوينت برينسيبالمون اكاهو. دونك اليوزر لو تلوك ما ينجمش يدخل خاطر هو عنده ميل على باز، هو عنده الميل نتاعو هو الاخر العادي نتاعو هو. فهمت شنو؟ دونك الادريس ميل هذيك اسوسيي البواطو ليتر بحسب السوليسيون اللي تستعمل فيها كيما جيميل مثلا. فهمني شنو؟ دونك انت ضيف معناتها انت ماهوش فصل كيفاش كاينك انت تستنى في جواب يجيك وانت ماكش ولد الدار هذيك، اما تحط الادريس نتاع الدار هذيك معناتها انت ضيف في بلاصه وتستنى في جواب يجيك مع عند بوستاجي تقول له ابعث لي على الدار هذي. فهمتني؟ ما تجيش عندك دار انت معناتها خاطر هذيك هي شنو هي معناتها هو البرانسيب نتاعها. دونك لهنا شنو ولا بي ولا سي ولا دي في لي كيستيون حاولوا افهموا الكونتكست. قالك نحب نجوتي في تيمز شيربوينت pour gérer ses accès aux ressources Teams et SharePoint du projet. فهمتني؟ معاك كون اللقطه هذيك تريستيتيك معاك في اللقطه هذيك اللي هي انونيم. اما خويا فما حاجه ما اسهل اكثر من هكا ولا بي ولا سي ولا دي. ب قلت لي وعندي شكون قال لي سي. الريبونس صحيحه هي باش نقول لك علاش مش السي. قال كري ان كونت يوتيليزاتور انترن وركو عندك انت بوسيبيليتي باش تنفيتي
فهمت شنو؟ علاش تعملوا في تعرف معناتها كونت انترن لازمك تاجوتي من عندك انت غاديك في انترا اي دي وتعطيه ليسونس اوركو الجيست ينجم يدخل للتيمز والشير بوينت كيما رفيت وريتكم وما عندوش ليسونس. فهمت الانتيري نتاع الجيست خاطر كي يجي كيما قلت لكم ضيف يجيش يضيف يجي بحذاكم للدار يدفع الماء والضوء تاع الدار يدفع معاكم حق الكري. فاهمين شنو؟ دونك الريبونس هي وما تسحقش برشا تفكير خاطر سورتو مع الجماعه معناتها اللي حضرت معايا اخر مره. هذاك شنو عملت وانا اخر مره هكا صفوان هذاك انا جي اتذكره اجوتيتو عندي انا طونك جيست وحديت ديريكتومون في تيمز معناها نجم تحطه جروب ادمنستراتور يجيست تنجم هاي تنجم. Donc cette approche est la plus adaptée car elle exploite la fonctionnalité de collaboration B2B dans Intra-ID en invitant le sous-traitant comme un utilisateur invité. Vous conservez l'authentification sur son propre tenant ou son compte personnel. Voilà, ما عندوش mot de passe. يدخل بالو تي بي كيما وريتكم مره في الكام تاع الجيميل يجيه كود على الميل نتاعو يتابي مش تعملوا في mot de passe. Tout en contrôlant les autorisations depuis votre tenant. Les autorisations تنشوفوها من بعد هذيك كي ندخلوا في الادمين سنتر نتاع الشير بوينت. Ensuite, vous l'ajoutez comme un invité dans l'équipe Teams du projet, ce qui donne accès aux conversations, aux réunions et fichiers stockés sur le SharePoint associé. كيما وريتكم انا المره اللي فاتت ذكرت المره اللي فاتت عملت المره اللي فاتت انفيتيتو عندي انا اجوتي في ايكيب تيمز الجيست مشي يعمل كرياسيون دان فيشي ومشي يعمل معناتها اكريتور على الفيشي بيتو. ما عادش ليسونس شو معناها ما عادش ليسونس؟ اش معناها؟ ما عادش ليسونس باهي كان انا نمشي نعمل كرياسيون دان يوتيليزاتور ممبر ايش فيها بالضبط؟ نفصلك صديقي. كان انا نمشي نعمل كرياسيون دان يوزر في انترا اي دي دو تيب ممبر عادي مش جيست واضح وما نعطيش ليسونس واضحين. يمشي من بعد كي يدخل تيمز ولا شير بوينت ولا وان درايف انكسيسيبل خاطر ما عندوش ليسونس. فهمني شنو تلقاه في الفيديو الثالثه حاجه كذا في الفورماسيون وقت وريت لكم اللقطه هذيك. باهي مهمين على الاخر لي كيستيون بجاه ربي يا عباد حتى كان نخرجوا على الكادر نتاع الكيو سي ام اللي عنده كيستيون من نوعيه هذوما يسالهم راهو هذا هي راهو الروح الزبده نتاع الحكايه كلها راهو مانيش بالكيو سي ام هاود باش تفهم تبدا عندك كيستيون عندك وضعيه تتخيل فيها في الشركه انت باش تجيك تبدا تتخيل فيها الحكايه هذه فهمتني. Ben, votre entreprise veut créer un groupe de sécurité dans Intra-ID pour donner accès à un site. Votre entreprise veut créer un groupe de sécurité dans Intra-ID pour donner accès à un site SharePoint spécifique. Ok, quel type de groupe et méthode d'appartenance privilégie un scénario où le responsable RH doit gérer facilement les ajouts et suppressions des utilisateurs. Un groupe de sécurité. Un groupe de sécurité. Le groupe de sécurité باش يعطي permission SharePoint معناتها اي ممبر من الجروب هذا يعطي X permission في SharePoint معين. لهنا لازمنا نفرقوا بين الامور. الSharePoint بيدو هو جروب M365 كما فسرت لكم انا مره فاتت ولا لا. اما كي باش نعطي انا بيرميسيون مانيش باش نجوتي اكاهو خاطر لاجو نتاع يوزر في شير بوينت نجم نجوتي ديريكتومون في الجروب ام 365 باهي. اما انا نحب نجوتيه ويتجوتا عنده دي بيرميسيون معينين مثلا في الشير بوينت هذاك وفي اللي في الشير بوينت هذاك ما يعملش موديفيكاسيون تاع الفيشي بيتو مثلا رول معناها مش رول مي تسمى دي بيرميسيون شير بوينت نشوفوهم وقت اللي نوصل للشير بوينت ادمين سنتر في الحكايه هذيك. دونك انا باش ما نقعدش نعطي دي بيرميسيون بالواحد نجم نحط العباد اللي حاجتي انا بهم يكونوا نون سولمون ممبر بلوس عندهم اكس يغريك زد بيرميسيون فك السيت شير بوينت هذاك. اكزومبل تاع بيرميسيون مثلا لاكسي للفيشي اللي في شير بوينت هذوك عندهم اون ليكتور هكا ما ينجمش يموديفيو الفيشي بيدهم يدخل يعمل دوبل كليك ينجم يقرا هكا ما ينجمش يكتب فيه الفيشي هذاك. فهمني شنو ريد اونلي صحيت شنايدر. دونك لهنا ديجا انا عندي جروب ام 365
وعندي ان انسومبل دوتيليزاتور في جروب دو سيكوريتي. يقول لك علاش ما حطهمش ديريكتومون في الجروب M365 خاطر كيما تعطيهم انت في جروب M365 ديريكتومون ils verront معناتها ils seront en mode full access. مي انا عندي دي بيرميسيون معينين عملهم انا في الشير بوينت نتاعي كي يجي باش ندوني كي يجي باش نعطي اك لي بيرميسيون هذوكم نعطيهم اترافير لو جروب هذا. فاهم شنو؟ دونك كيل تيب دو جروب اي كيل ميثود d'appartenance privilégiée pour un scénario où le responsable RH doit gérer facilement les ajouts et suppressions d'utilisateurs. Le groupe de sécurité attribué statique avec le responsable RH désigné comme propriétaire. Le groupe de sécurité عادي statique مش dynamique مش basé على les attributs les membres ajoutés automatiquement selon les attributs اللي عندهم يكونوا statique. Ajouter un membre taf manuellement. Ou خالك نحط responsable RH désigné comme propriétaire. Un groupe dynamique de sécurité basé sur le département et géré par des règles automatiques. Ou une liste de distribution Exchange Online parce qu'elle est simple à gérer pour le responsable RH. Ou un groupe M365 car il donne automatiquement un Teams et un site SharePoint. هو لهنا قالك راهو السيت ديجا موجود. باش تمشي تعمل ان جروب M365 ça va te créer un autre site. Donc D à éliminer. الليست de distribution Exchange Online ما نجمش نعطي انا accès à travers Exchange Online. liste de distribution قلنا مرة اللي فاتت راه جوست باش نبعث ميلوات اون ماس لبرشا عباد بلاص نبعث بالواحد نبعث الادريس هذيك اللي هما ممبر فيه. ايوه دونك يا يا بي اسكو نعمل ان جروب ستاتيك ولا ان جروب ديناميك دو سيكوريتي. فهمت العباد جوتي ديستيني يعني ما همش ما يتزادوش اوتوماتيكمون لازم عباد معينين. صحيت اللي هو شكون العباد المعينين اللي هو ريسبونسابل ارهاش هو اللي باش يتلهي باللجوم تاع العباد هذوم. دونك ستاتيك جروب ستاتيك سيكوريتي. صحيت ناقي. Cette option est plus adaptée car un groupe de sécurité attribué statique est simple à comprendre et à manipuler pour son non spécialiste comme un responsable RH. خاطر زاد حاجه اخرى responsable RH ما يفهمش في الانفورماتيك في فيس 5 في لي جروب ما يهموش. فهمت شنو؟ En le désignant comme un propriétaire du groupe dans Entra ID, il peut utiliser le portail pour ajouter ou retirer des utilisateurs. فهمت شنو؟ يقول القائل تو باهي تو انا مثلا لي جروب وين نجم نراهم ان طونك utilisateur فينال خاطر انا ان طونك ادمينستراتور نراهم في انترا ولا اما اليوزر الفينال وين نجم يراهم هذوما هكا الجروب في تيمز نتاعو يعمل الجروب دو سيكوريتي ما عندكش تيمز وين نجم يراهم ما تعرفوش لا جروب دو سيكوريتي سان تو كري با ني تيمز ني شير بوينت معناتها كي ترى انت جروب معناتها كي ترى انت سيت شير بوينت ولا جروب ولا ايكيب تيمز راه جروب M365 مش دو سيكوريتي. اما انا نحب نرى الجروب دو سيكوريتي اللي انا بروبريتير عليهم كيما انا الكادر نتاع الرهاش هذا خاطر انا مانيش ادمينستراتور. الجروب دو سيكوريتي ما نجمش نراهم في ادمي في انترا ما عنديش اكسي للانترا وين نجم انا نراهم الحكايه هذا. هاي يا خويا تو سامبلومون في بلاصه اسمها my groups.microsoft.com. هذه الناس كنت نجد فيها هذه لي زيتيليزاتور فينو او بالاحرى الناس اللي ما عندهاش لي بريفيليج باش تدخل الانترا اي دي ترى لي جروب اللي هو في وسطه. فهمني شو مش ترى الجروبات الكل لا ترى لي جروب كسوا M365 واللي جروب دو سيكوريتي اللي هو ممبر فيهم. درتوها لهنا باش نزومي لكم. قال جروب دون جو سوي بروبريتير هذه يتعمق لرهاش يدخل لهنا يرى خويا اللي جروب اللي هو بروبريتير فيهم. انا هنا خاطر عندي كان جروب M365 كهو قاعد عملهم لهنا مي نجم يرى دو سيكوريتي زاد نشوف اسكو دو سيكوريتي نجم يعطيني ما عنديش حتى جروب دو سيكوريتي انا ممبر فيه. يعطيك لي جروب dont je suis propriétaire et groupe dans lequel je suis
Voilà, je suis. Donc, مش propriétaire, je suis un simple membre هكا. شنو هي ريد؟ تدخل ماي اكونت، خلينا نبعث لكم الكاميرا نتاعي، الكاسك باش يقص لحظه بركه برسم. تدخل ماي اكونت مايكروسوفت دوت كوم، من بعد عندك البارتي جروب، كمي جروب، فهمتني؟ اما ترى روحك ترى كاين لي جروب اللي انت فيهم، مش الجروبات الكل، مش ان طونك ادمينستراتور يرى الجروبات الكل. فيو كو اليوزرز كيف كيف ما عندوش انترا اي دي، اكسي الانترا اي دي، فهمني؟ خاطر انت ريبونس على الكيستيون هذايا باهي، اوكي باش تعطيه ريبونس على الكيستيون هذايا. اما انت من بعد يقول لك باهي اللي رهاش يقول لك باهي اعطيني اكسي للواحد، اعطيني اكسي كيفاش نجم نجوتي اليوزر نتاعي انا في الجروب هذاك اون طونك بيرسون ما عندوش البريفليج ادمينستراتور. لازمك تجاوب وتقول تدخل ماي اكونت بوان مايكروسوفت بوان كوم، وفي البارتي تاع لي جروب ترى لي جروب هاك اللي يقول لك جروب دون جو سوي بروبريتير، طوي راه الجروب هذاك. باهي قال لك dans Exchange Online vous devez créer une boîte aux lettres pour une adresse générique contactentreprise.com utilisée par plusieurs personnes du service client. Quel objet intra-ID de boîte aux lettres convient le mieux? Adresse générique utilisée par plusieurs personnes. Adresse générique utilisée par plusieurs personnes. B. Un utilisateur intra-ID standard avec une licence et une boîte aux lettres utilisateur. Est-ce que l'user نجم نستعملوه utilisateur عادي نجم نستعملوه par plusieurs personnes؟ لا. Une boîte aux lettres partagée sans licence attribuée avec des membres ayant un accès complet. Un groupe M365 avec une boîte aux lettres de groupe accès et Teams. Une liste de distribution classique sans boîte aux lettres redirigeant les mails vers chaque agent. B. البي لهني الكيستيون نتاعو هو فلو شوي. علاش فلو شوي؟ خاطر قالك vous devez créer une boîte aux lettres pour une adresse générique utilisée par plusieurs personnes. Donc utilisée par plusieurs personnes حسب ما هكا نقول لك utilisation نبعث ونقبل منها. Donc boîte aux lettres partagée. اما ما يجينيش غريبه كي يقول لك راهو دي ليست دو ديستريبيسيون كلاسيك سون بوات او لتر فوالا vers chaque agent. اما مستعمله بار بليزيور بيرسون، خاطر نستعملها انا قلت لك انا خاطر شنو utiliser كلمه utiliser utilisation مش ريسبسيون كهو معناها، فهمت شنو utiliser دونك باش تبعث تقبل منها دونك البي فوالا كوريكت هكا. والله العظيم سو سون دي كيستيون دو سيرتيفيكاسيون في الحكايه هذه، خاطر ساعات تعطيك كيستيون تبدا فلو شويه، لازم انت تعرف كيفاش تقراها معناها اللي هي البي. Donc cette option est la plus adaptée car la boîte aux lettres partagée dans Exchange Online est conçue pour être utilisée par plusieurs personnes dans un contexte d'adresse générique. On crée un objet de type boîte aux lettres partagée dans Exchange Online, c'est pas dans Intra, généralement sans licence dédiée, puis on ajoute les utilisateurs. mais لهنا ما عطيتنيش شنو الحاجه اللي باش ما تكونش اللي هي علاش مش boîte aux lettres ولا ليست دو ديستريبيسيون، فهمت شنو؟ ينجموا الزوز يستعملوها، اما كلمه يوتيليزي ما عطاش توضيح فيها كلمه يوتيليزي شنو. نبعث هكا هو ولا نقبل نبعث فيها. Vous devez partager un dossier OneDrive contenant des documents de travail avec un partenaire externe, mais vous souhaitez garder le contrôle sur la révocation d'accès et tracer ce qui accède au fichier. Quelle option de partage est la plus adaptée? Ben. لازم نحل لكم وان درايف بارتاج نتاع الدوسيي. نسيت علاش كان وريت لكم والا لا. اي دونك في مي فيشي لهنا باش نجي نعمل انا مثلا دوسي هكا باش نعملو هكا بارتاجي. هو واش قالك كيفاش تعملوا البارتاج؟ تنزل على الايكون هذيك في الشير وتعطي لي دروا داكسي، واضح؟ وتجي لهني تعطي حتى الاكسبيراسيون. اما من بعد يقول لك اسكو بارتاجي والا لا، اللي هو هذا. من بعد يقول لك بارتاجي مع شكون. فوالا هذه هي كيفاش اللقطه.
تجي تبارتاجي، وقت اللي بعد تبارتاجي يقول لك راهو اسكو برايفت، بعد فما كان شيرينغ البارتاج صار كان معك انت كهو، انت كهو وحدك دخلت له، والا بارتاجي يقول لك مع شكون. دونك هذيك الريفوكاسيون من بعد، فهمتني؟ خلينا نجرب انا مثلا باش نعمل دوسي هكا دوكس، نجرب نبارتاجي مع اي بي هذايا هكا الدوسي بيدو هذا باش نجي نعمل عليه ما ينجمش تيليشارجيه، نجم يدخلوا كان بالويب هكا باش ينزل على التيليشارجمون تاع الفيشي ولا الدوسي بيدو ما ينجمش. ونجي نعمل انا هكا سانت هكا اليوزر اسمه اي بي هكا you invited IP to view but not download docs. كي نجي انا من بعد ريفريش الباج دوكس شيرد هاكا ريتو اكتيفيتي شيرد، باش نجي انا نعمل هكا تاك ستوب شيرينغ وين ستوب شيرينغ فوالا نو ديريكت اكسس ريموف اوكي هاكا نحيتلو فوالا نحيدو البارتاج. وهذاك شنو اللي قالك في اليوز كيس هذاك؟ قالك vous devez partager un dossier OneDrive contenant des documents de travail avec un partenaire externe, mais vous souhaitez garder le contrôle sur la révocation d'accès et tracer qui accède au fichier. Quelle option de partage la plus adaptée? Envoyer des documents en pièce jointe par mail à chaque mise à jour importante. À chaque fois, je vais faire mail. فهمتني؟ Donc, tu vas créer un lien de partage pouvant être utilisé pour toute personne disposant un lien sans authentification. Sans authentification, من الآخر معناتها on dirait الفيشي حطيته على الانترنت واي انسان من العالم ينجم يدخل. or que انت تحب تعمل هنا garder le contrôle sur la révocation d'accès et tracer qui accède au fichier. فاهمين شنو؟ ما عندكش traçabilité عليه sans authentification. Partager le dossier avec l'adresse mail, l'adresse email de la personne en exigeant la connexion via son compte Microsoft ou professionnel. Copier le dossier dans SharePoint pour activer le partage anonyme. Non, DSC. فهمت شنو؟ مي هو اللقطه نتاع كونيكسيون فيا كونت مايكروسوفت او بروفيسيونيل زيد فيها معناها درا كيفاش تحسها معناها. به قاعد dans Teams, vous créez un canal privé pour un sous-groupe du projet, par exemple direction financière de deux entreprises, ou stocker les fichiers partagés dans ce canal privé. Teams, canal privé pour un sous-groupe du projet. أنا عندي projet اسمه formation، عندي canal ولا sous-groupe اسمه AB900. واضحين؟ Par exemple, direction financière de deux entreprises ou stocker les fichiers partagés dans ce canal privé. Dans le OneDrive du propriétaire du canal privé. في الOneDrive. أما اسكو اللي يوزر الآخرين عندهم أكسل للOneDrive؟ OneDrive قلنا حاجة بيرسو. Dans la bibliothèque de documents du site SharePoint d'un nouveau site d'équipe dédié au canal privé. قلت لكم أن équipe dans la création, ça te crée un site SharePoint وين فما les fichiers هذوك باش نستوكي فيها. بالنسبة للي كانوا واللي في وسط l'équipe هذيك les fichiers seront stockés في السيت هذاك اما في بيبليوتيك اخرى. فهمني شنو معناتها؟ نجي انا مثلا لهنا باش نحاول نعمل نشوف انا تيمز، عندي شي تيمز لهنا هكايا تيمز عندي لهنا هكايا فيها ديك بليزيور كانوا مثلا. هاو جايك ناقي لحظة بركة صديقي. اللقطة هذا مثلا أنا عندي إيكيبا لهنا هاكا بي تو بي كولابوريشن باش نزيد فيها أجوتي أن كانال بسميه مثلا كانال 2 باش يكون بريفي كري ignorer مش دي بيرسون هاك كانال 2 بريفي. اسكو لي فيشي اللي ستوكي في الكانال 2 فرد دوكيومون فرد بيبليوتيك معجان هذاك الكانال الاولاني بالكل؟ لا،
كي ندخل انا من بعد السيت هذا يا بيدو، السيت شير بوينت اللي ليه لهالتيمز هذي ريتوها. باش نجي نعمل هكا انا هكا اوفرير دون شير بوينت. في لي دوكيمون لهنا وينو عاد القناه الاخر سيبني عاد. عطاك سيت واحد اخر ليه يعمل لك قناه اخر ايكيب بارونت. تيست هكا اسمه سامحوني تيست ايكيب بي تو بي الدوكيمون فما الجين اللي هو هذايا، ونحب ندخل انا من السيت للاخر. لا دوكيمون شبيني ميعطينيش من السيت بيد ولا هنا دوكيمون اكوي غريب بريف حاسو سا تكري اون بيبليوتيك لهنا. نرجع للكيستيون بيد. Dans Teams, vous créez un canal privé pour un sous-groupe du projet. Par exemple, la direction de 2 entreprises ou stocker les fichiers partagés dans ce canal privé. Dans le OneDrive du propriétaire, là, OneDrive, il y aura espace perso. Dans la bibliothèque de documents du site SharePoint d'un nouveau site d'équipe dédié canal privé. Dans une boîte aux lettres dédiée Exchange Online, dans une bibliothèque dédiée sur le même site SharePoint que le reste de l'équipe. Dans la bibliothèque dédiée sur le même site SharePoint que le reste de l'équipe. Elle nous fait le B dédié bibliothèque de documents de site d'un nouveau site d'équipe dédié au canal. Voilà. سامحوني الكانال بريفي ça te crée الكانال الثاني ça te crée un site واحد اخر un sous site يتسمى. Donc البي voilà correct. Question التاسعة. Un administrateur doit déléguer à un collègue la gestion quotidienne des comptes utilisateurs et groupes dont N3 sont de lui donner l'administrateur global. Quel rôle intégrer? Les rôles هنا فهمتني؟ وماكش مطالب باش تعرف لي رول الكل خاطر فما 50,000 رول. اما فما دي رول معينين اكشانج ادمين جلوبال ادمين يوزر ادمين فهمت شنو هذوما المعينين الكبارات كيما نقولوا. ما تجيش تعرف حاجه نتاع ادمين دابليكاسيون ا كوا سا سير اكزاكتومون معناها فهمت شنو تعرف لي رول المهمين هذوما هكا. هيلب ديسك ادمين انتون ادمين كيف تلقاهم زاد بيرفيو ادمين كيف تلقاه. دونك ادمينستراتور يوتيليزاتور. اخر كيستيون دونك voulez-vous créer une équipe comité de direction dans Teams très confidentiel dont le seul membre peut voir l'existence et le contenu. Quel paramétrage? قالك تحب تعمل création d'une équipe لجماعة الديريكسيون في Teams راهي très confidentiel. les membres أكا هو ينجموا يراو لو كونتوني كو سوا في الشات والا الكونتوني نتاع الوحدين صح هي شايف لي تسمع. قاك تعمل création d'une équipe privée et gérer l'appartenance via un groupe de sécurité ou des invitations ciblées. l'appartenance اللي هو باش نجوتي اليوزر معناها. قالك vous voulez créer une équipe équipe privée donc créer une équipe privée et gérer l'appartenance via un groupe de sécurité ou des invitations ciblées. Créer une équipe publique afin de faciliter la découverte, mais restreindre les canaux. Utiliser un groupe M365 public sans Teams et partager les documents en lecture seule. Créer une équipe standard pour utiliser uniquement les canaux privés. هي هنا الريبونس هي الأ ستاندار ما تنجمش ستاندار هي بيبليك راه هو حب يعملك فيها اللقطه هذي. اما créer une équipe privée et gérer l'appartenance via un groupe de sécurité intra-ID ou des invitations ciblées. نجم des invitations ciblées. اوكي اما توا انا بالتيست ما نجمش نجوتي جروب دو سيكوريتي في يوست في يوست ايكيب تيمز معناها
بالله طير الشك. باش نجي لهنا اجوتي ان مومبر، وباش نجي لهنا وينهم جروب دو سيكوريتي دي اس بي مثلا. هذا تنجمش تاجوتيه في تيمز. دي اس بي باش يجيك اليوزر هذا، مش الواحد. دي اس بي اليوزر هذوم دي زوتيليزاتور مش دي جروب. نمتيني جروب دو سيكوريتي اخر ترى مو جروب دو مايجريت. باش نجي نعمل هكا نحط انا في التيمز هذايا هذا جروب دو سيكوريتي فيه. لا والله تنجم نري شبيه في الانترا ما خلانيش اللقطه هذايا والله ما نطبعك ترى. باش نعمل كرياسيون دون تيمز بالله سامحوني. نوفيل ايكيب تيست اجو جروب دو سيكوريتي. ها تحط جين 1 ديك اسمها هكاك القناه ولا جينيرال 1 كري لحظه برك نحي هذا. شكون عندي ممبر لهنا فيه؟ ما عندي حد. ها باش نجوتي يوزر اي بي مثلا. باش نجوتي لهنا الجروب دونك لازم الاي بي يكون في التيمز هذايا انديريكتومون. ترى اجوتي تيرميني شو اسمه هو هاكا تيست اجو ولا وين يجري ليكيب تيست اجو جروب دو سيكوريتي. نذكروا انا الجروب ام 365 تنجم تجوتي فيه ان جروب. لا تنجم تجوتي فيها ان جروب دو سيكوريتي لي جروب ترى. ها سي ان جروب ام 365 لي ممبر اي بي والله حط. دونك اللغه اللي احكي فيها صحيح. عملي كي نعمل اد ممبر لهنا ديريكت ما يخلينيش نجوتي جروب دو سيكوريتي، يخليني نجوتي كان دي زيتيليزاتور هكا هو اللقط. هذا كاش قلت لكم انا ملوك ما تنجمش تجوتي فيه. مستافيري خويا ديريكتومون من تيمز تنجم تجوتي فيه خاطر الاي بي هذايا تجوت اترافير لو جروب دو سيكوريتي اللي هو فيه من الاول. فهمت شنو؟ دونك هذيك هي انا عرفناها اللقطه هذه جديد. هذه تبدلت راه ما كانتش قبل الناس تسميهم الناس تاع جروب معناها. في البارتي انترا يجي قالك ان نوفيل امبلويي arrive dans l'entreprise, il doit accéder à Outlook, Teams, OneDrive, SharePoint. Quelle action est indispensable؟ قلتها لكم هذيك. فوالا اول حاجه يوزر بيجي باش يكونسومي في 365 تعملوا كرياسيون في الانترا. الكرياسيون سوا ديريكتومون اون مود كلاود اونلي في انترا والا يجيك من الاكتيف دايركتوري. البارتي تاع سانكرونيزاسيون تنشوفوها في البارتي تاع الميغراسيون. يسوفي ريتو في الانترا دي تمشي تعطيه الليسونس. فوالا كري اونيكمون ان جروب دو ديستريبيسيون. ما تنجمش اصل انسان يلوغي في فيش 365 اترافير ان ميل نتاع جروب. هذايا كيف حطوها في مخاخكم. اللهم في الكام تاع بوات لتر بارتاجي خاطرها موضوع اخر تنشوفوه على جنب. خاطر هذيك تسميو لي فاي دو سيكوريتي. بوات لتر بارتاجي عندها مود باس مخبي كي كونت يوتيزاتور يكون عادي معناها. فهمت شنو؟ مي هذه حاله نادره على الاخر معناها. مي برينسيبالمون باش تعطي الانسان اكسي لو فيش 365 لازم يكون عنده ايدونتيتي ان كونت لوجين و مود باس بلس ليسونس. هذه كونسوماسيون كلاسيك. جاي باش ياكل اوفيس 365 جاي باش يصلح تعمل له كرياسيون ديدونتيتي نتاعو الكونت لوجين و مود باس وتعطيه لي بريفيليج من غير ما تعطيه الليسونس. زاد باش تعطيه الليسونس معناها في الكا الكلاسيك العادي نحكي لهنا. دونك un utilisateur doit simplement consommer les services M365 sans administrer le tenant. Faut-il lui attribuer un rôle admin? تو ما سكت نحكي فيه. Non, aucun rôle admin nécessaire pour un user standard.
باش تدخل تكونسومي ما عندكش خويا نيسيسيتي باش تاخذ دي بريفيليج. Donc l'équipe RH veut donner accès automatiquement à un ensemble de ressources à tous les membres de service RH. Quel type de groupe est le plus adapté? باش يزيدهم باش تعطي accès automatiquement à un ensemble de ressources. لهنا ماهيش باش تاجوتيهم في تيمز، ما قالكش في تيمز، لازم تجروبيهم باش تنجم بعض في كل ريسورس اللي حاجتك باش تمدهم لهم ديفيزي الجروب هذاك. دونك هاي باش نقول هنا شنو هي بالضبط قبل ما والله العظيم ما ريتش الريبونس رانيا. ان جروب دو سيكوريتي ديناميك basé sur les attributs de l'RH service RH. Un groupe de sécurité ou un groupe M365 selon le besoin d'accès collaboration. باهي انا زدت مديت معناها فهمتني. مي جينيرالمون ان جروب دو سيكوريتي وقت اللي اختش نستعملوا جروب دو سيكوريتي وقتاش نستعملوا جروب M365 جروب دو سيكوريتي وقت اللي كي انت تلمهم باش تعطيهم اكسي لحاجه واضحين، والا باش تابليك عليهم دي بيرميسيون فاهمين، ولا باش تفيزيهم في استراتيجيه نتاع سيكوريتي فهمني. الجروب M365 وقت اللي باش تحطهم في اسباس كولابوراتيف كيما تيمز كيما الشير بوينت. راهو قليل وين تعطي بيرميسيون en masse des utilisateurs qui appartiennent à un groupe تعطيهم à travers un groupe M365. ما تحطه في groupe M365 ومن بعد les permissions تافكتيهم لك الجروب M365. به قالك une entreprise veut envoyer des communications internes à une liste de personnes sans de leur donner سامحوني automatiquement un espace SharePoint ou Teams. Quel groupe a utilisé? قالك entreprise veut envoyer une communication interne à une liste de personnes sans leur donner automatiquement un espace SharePoint ou Teams. علاش قال لك هذه الفاز هذه sans leur donner زادك عليه اللقطه هذه خاطر كي تعمل كرياسيون d'un espace Teams ولا SharePoint ça te crée un groupe M365 والجروب M365 يجينيري ادريس ميل وراه فاهمين. دونك لهنا اش عمل لك جي قال جروب M365 هكا ريت من اللون نحاها لك لهنا باش تكون كاين ليست دو ديفيزيون فوالا ولا جروب دو ديستريبيسيون ولا ليست دو ديفيزيون كيف فهمتني. به قالك فما ماناجر demande je veux un groupe qui donne accès à une application métier mais pas forcément Teams. Quel type de groupe est le plus logique? جاك ماناجر عندهم ابليكاسيون فما فازه هذه ما فسرتهاش المره اللي فاتت. راهم لي زابليكاسيون اللي يتعداو بالانترا اي دي ما فماش نتاع اوفيس 365 كهو بعد تنجم تربط ابليكاسيون اخرى كيما نتاع السي ار ام والا اكزاكت باور بي اي يتسمى اوفيس 365 هو راه فهمني يعني فوالا. مي تلقى دي زابليكاسيون كيما مثلا سيرفيس ناو ولا ابليكاسيون تاع فاكتوراسيون ولا اللي هو كانوا قبل ريت زابليكاسيون هما باش العباد تدخلوا لهم لازمهم يربطوهم بالاكتيف دايركتوري. دونك الخدمه كبيره فاهمين شنو. دونك شو ولاو عملوا فما فاز يقول لك الفوندور نتاع الابليكاسيون هذا يعطيك لي ستيبس ولا لي زيتاب دانستالاسيون بور لي l'application هذيك مع انترا اي دي دو تيل مانيير معناتها لوثنتيفيكاسيون باس باغ انترا اي دي واضح. معناتها هنا بارونتيز ما فماش كي لي زابليكاسيون تاع اوفيس 365 هكا هو اللي تعدى بهم بانترا اي دي تنجم تاجوت دوطخ ابليكاسيون كيما دي زابليكاسيون تاع سي ار ام تاع فاكتوراسيون تاع تيكيتينغ مثلا فهمني نود فري تاع صحي. ريت اللقطه اللي بعثتها لي انت نتاع هذيك الابليكاسيون هذيك متعديه نتصورها متعديه بانترا اي دي ولا متعديه بالادي. فما حاجه اسمها الاس اس او اللي هو دوب ما تحل انت نافيغاتور نتاعك العادي وتكتب اليو ار ال نتاع الابليكاسيون ولا نتاع السيت حاب تدخله انت ديريكتومون تلقى روحك كونيكتي من غير ما تعاود تعمل لوجين ومود باس تكتبهم فهمت شنو. دونك اللقطه اللي صارت لك انت وقتها فما مشكله نتاع اس اس او هذاك انا قلت لك انا جي وقتها برا امشي كونيكتي بنافيغاتور بريفي باش هو يتجرد من الاس اس او باش تنجم انت تحط اللوجين ومود باس نتاعك انت اي فهمتني فوالا. هذوك موجود في الادي في السيرفر يعني هذيك اسافوار وين ما نجمش من فهمتنيش لي زابليكاسيون ميتي كيما في الكيستيون اور هاي ياخذهم
هذيك والله ما عنديش حتى فكره من نصورها. فما سيرفر يطلع نتاع الابليكاسيون بيدا هي هذيك، فهمت شنو؟ والاوثنتيفيكاسيون قاعد يربط فيها بالادي، واضح. اما فيو كو فما حاجه اخرى مهمه على الاخر، اليوم تصور عندك انت ابليكاسيون ايبرجي في سيرفر اون بريم معناتها اون لوكال غاديك، وعندك عباد من الانترنت تحبهم يدخلوا لها الابليكاسيون هذيك. دونك باش تولي تعمل ليزون في بي ان باش تنجم تدخل الابليكاسيون ا ديستانس، فهمني شنو؟ دونك هذاك علاش العباد تحط في لي زابليكاسيون من نوعية هذوما تحطهم مع اوفيس 365 بلوتو مع انترا اي جي، باش تنجم العباد تعمل اوثنتيفيكاسيون من غير ما تتعدى بسوليسيون في بي ان. فهمت شنو؟ خاطر انت لوثنتيفيكاسيون ما فيو كو لوثنتيفيكاسيون دو باز بازي على لا دي، دونك لا دي باش تمشي له لازمك بالفي بي ان، مش ديريكتومون سور انترنت مسيب هو تلقاه، فهمتني؟ اي هو ديجا لي زابليكاسيون الكل يبدا عندك نفس الايدنتيفيون نفس المودباس. صحيت. هذيك شنو ريت اللقطه هذيك خاطر يربط فيهم اول ما تدخل البي سي. فوالا صح، هاك يرحم والدين والديك، هاك فاهم البيعه بالضبط. تعرف معناتها فرد كونت لوجين ومود باس هو شو يعمل لك بالضبط ريالمون؟ يمشي يعمل لك كونت لوجين ومود باس مع اللادي، واضحين؟ ومن بعد يمشي يريت البي سي نتاعك انت ناقيه، هذاك البي سي نتاع الخدمه يمشي يربطوا مع اللادي، يمشي يردوا كيما ايدونتيتي، واضح؟ حتى في انترا تنجم تعملها العمليه هذه، فهمني؟ دو تيل مانيير ما نجمش انا انسان خويا نعرف لوجين مود باس نتاعك انت ناقيم اللي في اللي كري في اللادي، نجيب البي سي نتاعي انا بيرسو طف ندخل، لا الا ما يكون البي سي اون مود جوان للاكتيف دايركتوري، تتسمى معروف في الاكتيف دايركتوري، وكي تحطه في الاكتيف دايركتوري البي سي نتاعك انت تربطه بالاكتيف دايركتوري، فهمني؟ تولي اي عمليه نتاع اوثنتيفيكاسيون تتعدى بالاكتيف دايركتوري. دونك هما ريالمون شو يعملوا بالضبط؟ الشركات يعمل لك ادي ويجيب لك ابليكاسيون كيف هذيك، يمشي يعمل كرياسيون تاع تاع يوزر في الادي تاعو هو، فهمتني؟ ويربط لوثنتيفيكاسيون مع الاكتيف دايركتوري دو تيل مانيير هاكا فما لوثنتيفيكاسيون قاعده تصير. اما عادي على الاخر فيو كو اني قاعد تستعمل في اوفيس 365 فما اللقطه نتاع الاس اس او سينجل ساين اون تتسمى، قاعد يعمل في السينكرونيزاسيون تاع الكونت نتاعك انت في اللادي في الانترا اي جي، والاوثنتيفيكاسيون تاع الابليكاسيون هذيك مربوطه بالانترا اي جي، ما عادش مربوطه باللادي، فهمني شنو؟ دونك شين كامله معناها، فهمتي؟ بور تو دير اللي الاكتيف دايركتوري صاحبي راه اليوم راه مازال موجود منه على الاخر، مازال مرة قلت لنا لو فما ابليكاسيون مثلا شركة ما كانتش تستعمل في بوت 5 وعندها لديك وشرت اوفيس 365 فما ابليكاسيون تربط ما بينات لدي سيرفر والانترنت مش اس اس او. لا هذيك الابليكاسيون تنجم تخليك باش تعمل اس اس او، اما الابليكاسيون اسمها ازور ولا لوجيسيال اونتر غيومي ازور ادي كونيكت والا انترا اي جي كونيكت، يتحط في الوسط ما بين الاكتيف دايركتوري وما بين اللادي. ريت في الانستالاسيون نتاعو يقول لك اعطيني الكونت ادمينستراتور الكبير رئيس الدوله نتاع الاكتيف دايركتوري ساعه باش تدخل بالبريفيليج الكبير، واعطيني ويقول لك اعطيني الكونت الجلوبال ادمينستراتور نتاع الانترا اي جي. فيو كو توا لوتي ولا عنده صلاحيات الكل، دونك il se permet باش يربط هذا مع هذا، تنجم تعمل حتى فلتراج مش لي زوتيليزاتور الكل تطلعهم الانترا اي جي، فهمني شنو؟ تقول نطلع اكس واي زد يوتيليزاتور ولا نطلع اكس واي زد يوزر ماك ديبارتمون اكس، هذاك كيما الفازه نتاعك الجروب ديناميك، فهمني؟ ريت مثلا الليست دو ديستريبيسيون والبوات ليست دو ديستريبيسيون برينسيبالمون والجروب دو سيكوريتي جينيرالمون يعملوا كرياسيون في اللادي، خاطر في اللادي فما منهم هذو لي جروب دو سيكوريتي والليست دو ديستريبيسيون، اما فماش دي جروب دو تيب ام 365 خاطر كيما تنجم تعمل كوبي كولي نتاع لي زوتيليزاتور اللي عندك، تنجم تعمل كوبي كولي نتاع لي جروب اللي عندك في الاكتيف دايركتوري، اما انيهم لي جروب اللي معروفين في الاكتيف دايركتوري السيكوريتي وليست دو ديستريبيسيون، ما عندكش جروب دو تيب ام 365 في الاكتيف دايركتوري مثلا. فهمت شنو؟ et le plus logique c'est un groupe de sécurité, voilà. Donc un utilisateur externe est invité à collaborer sur un fichier SharePoint. Ok, que se passe-t-il généralement côté identité? Pour utiliser l'invitation, j'ai l'invitation par mail.
كي يمشي هو يكتب يعمل accept invitation. Donc une identité de type guest sera créée dans Intra ID. Voilà. Il peut être représenté comme un invité dans Microsoft Intra ID selon le mode de partage B2B utilisé. راهو كيف راهو مايكروسوفت تستعمل في دي تيرم كيما نقول لك يوزر جيست والا تسمى هذا دون مانيير جينيرال الكونسيبت كله الكونيكسيون ولا التعاملات مع لي جيست يتسميو بي تو بي كولابوريشن معناتها بيزنس تو بيزنس. فهمت شنو؟ Voilà, il devient automatiquement administrateur SharePoint là, il reçoit automatiquement une licence là, il devient membre interne. وقتاش il reçoit automatiquement مثلا une licence؟ إذا كان أنا جيت عندي جروب دو سيكوريتي عاملوا ديناميك وقلت أنا راهم فيه لي جيست هذوما هكايا واوتوماتيكمون من بعد نمشي نعطي ليسونس للجروب هذاك اوتوماتيكمون ياخذ ليسونس. مي برينسيبالمون بار ديفو اكسي بازيك الباي ديزاين الاكسي العادي للاوفيس 365 en tant que guest, tu n'as pas besoin d'une licence. Avec une équipe projet doit collaborer avec fichiers, conversation, calendrier et planeur. Quel est l'objet le plus adapté comme base de collaboration? C'est un groupe M365. C'est un groupe M365. دار الحكايه معناتها اللي هو باش لهنا جينيرالمون تيمز وراه سيت شير بوينت وين فما لي ديسكوسيون والكالندريي وحكايات هذوك الكل معناها. Donc, qui peut gérer les membres d'un groupe dans Intra ID selon les rôles? Fama user administrateur, fama groupe administrateur. Voilà, un utilisateur disposant des droits appropriés comme groupe administrator ou user administrator. Voilà. ريت حتى انا خاطر الجروب نعرف لي رول ما نفهمش الكل. فما جروب ادمنستريتور هذا اول مره نسمع به. مي يوزر ادمنستريتور نعرفه. قال شكون نجم يجري لي جروب في انترا اي دي؟ مش اي يوتيليزاتور نجم يجري لي جروب، لازم يكون عنده بيرميسيون خاطر انترا اي دي في حد ذاتها هي قاعه عمليه. دونك باش تدخل لازم يكون عندك لي بيرميسيون. انهم لي بيرميسيون باش تدخل لهم باش تنجم جلوبال ادمين هذاك رئيس الدوله. ليه؟ فهمت شنو هو؟ اسكو ما نعرفش انا فما كيش يقولوه هو رافل. اسكو رئيس الدوله يهبط ما هو حاكم معاه يهبط ولا الجيش ولا اللي هو. فهمت شنو هو؟ كيف c'est kiff معناها فهمتني. Donc un administrateur disposant des droits appropriés comme groupe administrateur ou user administrateur. Donc c'est pas n'importe quel utilisateur, uniquement le CEO. Ok, seulement les administrateurs Exchange. Bon, administrateur Exchange, dans Exchange administrateur نجم يعمل موديفيكاسيون تاع جروب زاد في انترا. ظهر لي ظهر Exchange online. Le service support veut utiliser l'adresse support enterprise.com accessible par plusieurs agents. Quelle solution la plus adaptée? Accessible par plusieurs agents. Donc يحبوا يكسيديو لها. Donc يحبوا يكسيديو للبواط لتر هذيك مش juste ياخذوا نوتيفيكاسيون والا ميل. C'est une boîte aux lettres partagée. Voilà. قال لك un utilisateur doit ouvrir une boîte aux lettres partagée et consulter les emails. Quelle permission exchange est nécessaire? ما عنده حتى permission exchange. ده هل لازم تعمل له تجويتي في البوات aux lettres partagée وكا ما فماش حتى permission نتصورها. full access. يحكي لي على سنسن كي تحطه في البوات aux lettres partagée لازم تعطيه الدروا في بالي اي ظهر لي اي كيما البارتي نتاع الديليغاسيون. اي voilà. Donc, un utilisateur doit envoyer un mail qui apparaît comme envoyé directement depuis supportentreprise.com. Quelle permission est nécessaire? Send on behalf حاجة هكا هذيك. Send as اوكي send as به. ذكر فما حاجة as send ولا شنو ما نعرفش as ولا on behalf. Voilà, avec les permissions exchange importantes sont notamment full access, send as et send on behalf. Full access permet d'ouvrir la boîte send as permet d'envoyer comme la boîte et send on behalf affiche l'envoi au nom de. ما دريت انت مثلا تبدا عندك بواتيت بارتاجي تبدا انت عندك البيرميسيون سنت اون بيهالف. دونك كي تبعث انت الميل منها لبواتيت بارتاجي ديستيناتير باش يرى ناقي هو اللي يبعث له مش البواطه اللي بعثت له. فهمت شنو؟ دونك سانت از هي المهمه معناها. فهمت شنو؟ ولا فول اكسس. هو عندك الليست دي رولانت سواء تبعث باسم البواطه سواء باسم اي باهي باش تبعث باسم البواط. ركز معي
باش تبعث باسم البواط وانت على باز البيرميسيون اللي عندك انت اللي يجيوك من عند الادمينستراتور فك البواط لتر بارتاجي سانت اون بهالف بعدها تطلع تهبط اسمك باش يبدا ديما ظاهر منها. اوكي بعثت منها البواطه هذيك مي اسمك عند السيناتير راهو ما عند البواطه هذيك مي سايتي انفويي بار لا بيرسون اكس هذيك معناتها فيها. فهمت شنو؟ فهمت. دونك هذاك علاش لي بيرميسيون مهمين على الاخر في البواط اللي بارتاجي معناها. اون فوا دوبوي لا بواط دو ديريكتور مي لو ديسيناتور فوا زياد دو لا بار دو ديريكتور كيل بيرميسيون ايتيليزي. هذايا سانت اون بيهالف حكيت لك عليها الفازه هذه. Un utilisateur envoie depuis la boîte aux lettres du directeur. Mais le dessinateur voit زياد de la part du directeur. تعرف شنو صارت له هنا؟ البواطه نتاع الديريكتور ماهيش بواطه لتر بارتاجي اما صارت عليها ديليغاسيون اللي حكيت لكم عليها البارح. فهمتي شنو؟ دونك تخللها بيرميسيون نتاع سانت اون بهالف ظهر مش سانت اس. فوالا سانت اون بهالف. خاطر علاش هو مهم والله مهم الكوسيام هذا اللقطات هذوما خاطر من بعد انت كي تجيك دوموند نتاع كرياسيون دي بواط لتر بارتاجي ماذا بيك ولا ديليغاسيون ماذا بيك تعرف شنو هما لي بيرميسيون نتاع السيت اللي طالب معناها فك البواط لتر ولا فك الديليغاسيون معناها. فهمت شنو؟ اسكو تحب تبعث منها هي تحب تعمل فول اكسيس تبعث منها هي كي انا البواط لتر نتاعك انت. فهمت شنو؟ قالك من بعد une entreprise veut envoyer une annonce RH à tous les collaborateurs sans espace collaboratif associé. Quelle solution est la plus simple؟ نسمع فيك نقيت راه قول لي هذا. ليست دو ديستريبيسيون. صحيت صاحبي ولا جروب دو ديستريبيسيون. هو جينيرالمون اللي راس ديما عندهم دي راش ولي ريسبونسابل عندهم دي جروب ديستريبيسيون ينجموا يزيدوا صحيت مي جينيرالمون لا جينيرالمون بواط لتر بارتاجي تلقاه. فهمت شنو؟ جينيرالمون بواط لتر بارتاجي. ريت لي ديستريبيسيون من الاخر صاحبي قاعدين السي اس او ولا كوميونيكي الناس الكل ولا صحيت مثلا اكزاكتومون وقت اللي تبدا مثلا انت شركه باش تبعث ميل اللي في الشركه الكل مثلا في تيم بيلدينج ولا فما حاجه في الشركه ولا اللي هو معناها. فهمت شنو؟ هذيك ليزو ديستريبيسيون. مي بواط لتر بارتاجي الاكثريه هي جماعه الوحده جماعه معناتها ديبارتمون ولا سيرفيس معين معناها. فهمتني؟ عيسى اخويا شنو احوالك؟ فهمتني؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. قال لك من بعد un utilisateur quitte l'entreprise mais son adresse doit rester consultable par l'équipe pendant quelques mois. شنو نعملوها لهنا؟ يوزر خرج ونحب ديما يكون عندي اكسي لك البواط اللتر نتاعو هو. ما حلوش الليسانس. صحيت ما تنحلوش الليسانس خاطر فما خاطريت اذا كانت تنحلوا الليسانس البواط اللتر نتاعو باش تفسخ بطبيعتها تحس باش تقعد 30 جور بعد تتفسخ معناها ما عادش يوصلوا لي زيميل. صحيت. اما هو لهنا ما قالكش حكايه الليسانس قال لك راهو دوا ريستي كونسلتابل معناها ولا تنحش الليسانس. فهمتني؟ هي ريت في الفازه هذيا ماني قلت لك انا تعمل ديليغاسيون والا لا تعمل ديليغاسيون فما شكون يشد بواط لتر نتاع يوزر عادي كيما هذا مثلا باش يخرج من الشركه يمشي كونفرتيها بواط لتر بارتاجي. عندك منها بوسيبيليتي هذه تنجم تعملها. فهمت شنو؟ يكونفرتيها يمشي كونفرتيها صاحبي. فهمتني؟ معناتها دو فاسون بور لو فير. فهمت شنو؟ سوا البواطه هذيك تمشي تعمل عليها ديليغاسيون ديريكتومون سوا تمشي كونفرتي اون بواط لتر بارتاجي معناها. فهمتني؟ ايه معناها الناس الكل عندها الحق تدخل الشغل. والله ها اش قلت لك ها والله العظيم لا ريت الريبونس قال كونفرتير او utiliser boîte aux lettres partagée selon le contexte de licence et de conservation. ريبونس نتاعهم ديب على الاخر وعميق. علاش ما قالكش ديليغاسيون وكاها وعلاش قالك بواط لتر بارتاجي وقالك selon le contexte de licence et de conservation خاطر هو لحظه انا ليسانس يقصد باش يكملوا يبعثوا منها. لا ظهر لي فما لقط ايش نفسر لك حاجه كي تعطي الديليغاسيون لازم تخلي الليسانس تاع البواط لتر هذيك
لا هو ما عادش باش يوصلوا دي زيميل عليه هاو دونك اون جايك. سون فو. لا هو شنو، لا هو خرج اون ميم طون. نحب نقردي البواط لتر نتاعو هو يجيون عليها الايميل. ركز معي، هو خرج نحب نقردي البواط لتر نتاعو هو اون ميم طون. نحب نرتاح من الليسانس نتاعو هو، نحب نعطيها لعبد اخر. ايه هو دو توت فاسون ما عادش باش يجوا دي زيميل دونك لا لا الليسانس لا 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 ركز معي. يوزر كان يخدم في شركة وخرج، واضح؟ كي خرج نحب نخلي لي زيميل بيك قاعدين يوصلوا لي اون ميم طون. نحب نربح الليسانس نتاعو هو هذيك نعطيها لعبد اخر فيكو هو خرج. هو كونتراديكتوار الحكايه، خاطر اذا كان هو خرج وتحب تخليه يخدم مازالت البواط لتر معناتها مازال يقبل عليها وتنحي له الليسانس نتاعو ما تنجمش. اي بان صديقي، هاو جاك. اي بان صديقي، وقت اللي كي تكونفيرتيه اون بواط لتر بارتاجي، واضح؟ كونفيرتيه اون بواط لتر بارتاجي بلوس فما افونتاج كبير. بواط لتر بارتاجي ما تستحقش ليسانس، تنجم تبعث منها. صحيت نبعث ونقبل منها وهي ما فيهاش ليسانس. فهمت شنو هي الفازه؟ لقطه بالرسمي ما شبابه ياسر اللي عطاها تو هكا ما العبارة قالك على جميل يعني ما فيهاش ليسانس وتنجم تقبل وتبعث. صحيت. فهمت شنو؟ اما راني شنو مانيش باش نفسخوا من الانترا، راهو فما حاجه اخرى مهمه زاد. فهمتي شنو؟ ما لازموش يتفسخ من الانترا، لازم يكون مازال في الانترا، ما لازموش يتفسخ. خاطر اذا كان تحب تفسخوا من الانترا وهو خرج ما تنجمش تقردي الريسبسيون تاع الميلوات، ما تنجمش صاحبي. فهمت شنو؟ خرج. ريت اسمع ركز معي. عندك يوزر خرج، كان نطير له الكونت نتاعو من الانترا، نفسخ الكونت نتاعو من الانترا، واضح؟ ما نجمش نراه في الاكشانج ادمين سنتر، ما نجمش كونفرتي اون بوتيليتي بارتاجي، واضح؟ دونك ريت كي يخرج لازم تخلي له ليدونتيتي نتاعو هو كل كونت لوجين مود باس نتاعو هو في الانترا، وتمشي من بعد تكونفرتي له البوات لتر اون بارتاجي. علاش كونفرتي له البوات لتر اون بارتاجي رديله؟ مش تعطي ديليغاسيون. علاش؟ باش نربح هك الليسونس نتاعو هو، خاطر انا بوات لتر بارتاجي ما تستحقش ليسونس. فهمت شنو الفازه هذيك؟ اش قال لك؟ وقال لك سولون لو كونتكست دو ليسونس اي دو كونسيرفاسيون. فهمت شنو؟ به قال لك اون ايكيب كوميرسيال فو اكسي فو شنو هي؟ ما نحبش راني نرى لوحدينا راني les réponses. Voilà, donc une équipe commerciale veut recevoir les demandes clients sur venteentreprise.com et répondre au nom de cette adresse. Quelle combinaison est souvent nécessaire? Équipe commerciale veut recevoir les demandes de clients, ok, et répondre au nom de cette adresse. Send as support vente@entreprise. Hey, mais شنو quelle combinaison est souvent nécessaire? Donc لازمك تعمل لي بواط لتر بارتاجي باش تنجم نقبل نبعث منها. بواط لتر بارتاجي باش تكون vente@entreprise.com et répondre voilà au nom de cette adresse. Voilà, full access send as. اما بواط لتر بارتاجي ما قاليش هو لوحده. فهمت شنو؟ ما قاليش راهو فما، ما قالش سي بون راني هاي بواط لتر بارتاجي وشنو هما لي دروا باش نعملها. اما فما فازه ناقصه فيه هو، يعني انا قلت له راه بواط لتر بارتاجي سانت از وفول اكسس. علاش الزوز؟ علاش الزوز؟ سانت از باش قال لك ريبوند او نون دو سيت ادريس هذه سانت از. فوالا فول اكسس. فول اكسس هذه بور ريسيفوار، هذيك هي باش تنجم تاكسيدي لها معناتها باش ترى الميلوات. ما نجمش نعطيك سانت از هكا هاو، فهمتني؟ ده لي هكاك تنتستيها من بعد الحكايه هذه، خاطر في بالي فول اكسس كيما كان جلوبال ادمينستراتور نتاع البواطه هذيك. اي فوالا هي ديجا اسمها صحيت فهمتني؟ دونك تنشوف الحكايه هذه. دونك باش قالك لو سيرفيس راني ما نحبش نرى لوحدنا. لو سيرفيس اي تي فو savoir qui a accès à une boîte aux lettres
quel outil service est concerné. تاي اكشانج ادمين سنتر قاك سيرفيس اي تي يحب يعرف شكون عنده اكسي اون بوات لتر. شنو لوتي الاكشانج ادمين سنتر؟ تمشي للبوات لتر بيدها في البارتي ديليغاسيون مثلا تشوف شكون عنده مثلا الاكسي. فهمت شنو هذيك؟ شنو هي بالضبط هذيك؟ هي شنو تمشي للبوات لتر نتاعك في اكشانج ادمين سنتر في اللونجلي تمشي تلوج عليها في الاكشانج ادمين سنتر تنزل عليها من بعد في اللونجلي ديليغاسيون تلقى شكون عنده اكسي عليها البوات لتر هذيك. باي وان درايف شير بوينت قالك un collaborateur stocke ses documents de travail personnel avant de les partager. Quel service est le plus adapté? C'est OneDrive. Une équipe projet doit collaborer sur des fichiers communs avec gestion de droit. Quel service est le plus adapté? SharePoint ou voilà. SharePoint souvent via un site d'équipe ou Teams. Voilà. Un utilisateur partage un fichier OneDrive avec toute l'organisation qui peut potentiellement y accéder. Toute l'organisation. Donc. انا بحب الاورجانيزيشن مع الخدام الكل. معناتها صحية لا معناتها تعرف شو عمل؟ باش نقول لك بالضبط شو عمل. لازم نحل وان درايف فايلز. يعني جاي شد مثلا كي فيشي وعمل لك كي toute l'organisation all company ظهر لي حتى كي فوالا all company به هذاك شو عمل له بالضبط. مشي من بعد qui peut potentiellement accéder all company ظهر لي اللي يوزر الكل. اسكو لي جيست يكسيدي ولا لا؟ مثلا انت تصور عندك انترا اي جي فيه دي جيست نتصور باش نبدا على الحكايه هذيا راهو خمس مسوس لي ريبونس. عندك انترا اي جي فيه دي جيست ودي ممبر وانت عملت اول كومباني دونك باش اليوزر اللي دو تيب ممبر هما اللي باش ينجموا يكسيديو مش مع الجيست زاد كيف. Voilà, tous les utilisateurs internes de l'organisation selon les paramètres de lien. ريتها خاطر فهمت شو حاب يقول لي في السؤال نتاعو قبل ما نقرا الريبونس. فهمت شنو اللقطه ناقي؟ اسكو لي جيس بار ديفو كي تحط انت اول كومباني بسبعه فيشي اول كومباني مثلا يجيها مكاك اسكو بار ديفو يكسيديو الا لا كاين لي ممبر انترن كهو اليوزر تايب اللي عندهم انترن اللي عندهم ممبر سامحني يوزر تايب ممبر مش جيست. موجودة سامحني موجودة بارتو. سمعتها موجوده بارتو. أنا كيفاش الأدريس ميل الكومباني هي تلقاهم في الوحدين الكل في الليتونون الكل معناها. فهمتني؟ يمشي يحط لك بار ديفو معناها. واصل ظهر لي فيها جروب ام 365 وراها ولا سيت شير بوينت بار ديفو سيت دو كومونيكاسيون مش ديكيب. فهمت شنو؟ وحده معناتها ناتيفمون تلقى كري عندك معناها. قالك l'entreprise veut que seuls certains destinataires précis puissent ouvrir fichier partagé. Quel type de lien? Les types de liens تشوفوها مادام في المره الجايه في مش المره الجايه ما كي ندخلوا في الوحده في الاكشانج ادمين سنتر. فهمت شنو هذايا شي يهمنا فيها تو lien spécifique people هذيك هي. Donc un fichier partagé dans un canal Teams standard est stocké où في السيت SharePoint نتاع الكانال هذاك. Un fichier partagé une conversation privée one to one et généralement stocké où يا ناقي في الوان درايف نتاع شكون؟ تاع الرصيد نتاع شكون؟ والله ما سمعتك صح. تاع اللي قبل يعني بالعكس نتاع اللي بعث نتاع l'expéditeur. Dans le OneDrive de l'utilisateur qui partage le fichier, c'est pas qui reçoit le fichier. ريتها؟ اي اما هو كيف بارتاجو له في الوان درايف نتاعو يعني لا هي شنو
fichier partagé dans une conversation privée Teams chat one to one. انا شديت في Teams لهنا خلينا نحلك Teams لحظه بركه. عندي انا خويا عمك ناقيل هنا في الكونفرساسيون لهنا بليتو وليت كيفاش يبدلوا فيه الواحد راهم بولادي ضربتيني بدل لي في نوفو اليمون نوفو ميساج. عندي انا مثلا هذا دي اس بي ان تصوروا اسمه ناقي مثلا معاي جيت عملت له كيت طف بعث له في شيء واضح في تشات 1 تو 1 مش في تشات تبع ايكيب تيمز في تشات 1 تو 1 في تيمز. الفيشي اللي خاصته كيف الوان درايف نتاعي انا نتاع انا اللي يبعث لك مش في الوان درايف نتاعك انت فهمتني خاطر هو هنا ما قالكش راه بارتاج نتاع فيشي بوان درايف لا بارتاج نتاع فيشي ديريكتومون في تيمز تشات 1 تو 1. Une direction veut publier des actualités RH à toute l'entreprise avec peu de contributeurs et beaucoup de lecteurs. Quel site SharePoint est le plus adapté? Les sites SharePoint, là, c'est une direction veut publier des actualités à toute l'entreprise. C'est un site de communication يتسمى. حتى السيت مازلنا ما شفناهمش بعد كي ندخلوا في الاكشانج ادمين سنتر نشوفوها في الشيربوينت ادمين سنتر سامحني نشوفوها. Donc une direction veut publier des actualités RH à toute l'entreprise. Des actualités مش نبعث لهم ميل راهو رد بالك لان ناقي مش ليست دو ديفيزيون لا الاكtualité. Site voilà internet cam avec peu de contributeurs et beaucoup de lecteurs. Quel site SharePoint? C'est un site de communication يتسمى. نتصور هكا هي الريبونس راه بسم الله. فوالا سيت دو كومونيكاسيون مش سيت ديكيب. لو وجدت على اول كومباني ما لقيتهاش ما لقيت كوميونيكاسيون. يمكن هاني قلت كل تونون كيفاش معناها فهمتني نتصورها هكاك معناها. اما باهي راك كي تكومباري باللي يقول لك عليه انا في التونون تاع الخدمه نتاعك معناها. Éditer des fichiers, gérer les tâches, collaborer au quotidien, quel site le plus adapté? Site d'équipe connecté à un groupe M365 ou équipe Teams. C'est la barche. L'entreprise bloque les liens anonymes. Anyone, un utilisateur peut-il quand même partager avec une personne externe précise si la politique autorise? هذا اكشانج ادمين سنتر تاع شبينا على الاكشانج ادمين سنتر شيربوينت ادمين سنتر هذاك يشوفوه بارتي نتاع لي ليان معناها باش نعملوا الفرق ما بين بعض. فهمت شنو؟ دونك ازابي لهنا قالك من بعد un administrateur veut limiter le partage externe d'un site SharePoint sensible كيف في SharePoint Admin Center هذا Microsoft Teams تاع قالك بي lorsqu'on crée une équipe Teams à partir de zéro quels objets sont généralement créés ou associés. كي تعمل création d'une équipe Teams شو من الحاجات qui seront créées ou bien associées suite à cette création là. سيت شيربوينت ايكيبا جروب يعني سيت شيربوينت وسيت شيربوينت وحاجه اخرى واللي في شيء شيربوينت لا في الانترا هاي جروب مايكروسوفت بس صحيت un groupe M365 بعد فاست جروب ديناميك اوتوماتيكمون يزيد يريكم. والله ما سمعتك صاحبي اش قلت لي جروب ديناميك بعد يتعاود فسري باش نعطيك الديفينيسيون تاع جروب ديناميك. شنو جروب ديناميك وشنو جروب ستاتيك معناتها من غير ما ندخلوا للبورتاي طف باش نجي اون ديري نكايت لك في دوار الباك هكاك بالضبط. فهمت شنو؟ باهي يريد جروب ستاتيك كي تعمل كرياسيون تاع جروب ستاتيك لازمك انت باش تاجوتي يوتيليزاتور لازمك تمشي للجروب هذاك واجوتي ان نوفو يوتيليزاتور. واضح؟ معناتها في كادر نتاع عندك 1000 يوتيليزاتور باش تزيدوا لازمك تعمل العمل هذا 1000 مره. تمشي للجروب كسوا في انترا ولا في الادمين سنتر اجوتي ان ممبر 1000 مره. واضحين؟ فاهم علاقه هذا جروب ستاتيك العادي فهمني؟ باهي le groupe dynamique il sera rempli avec une telle manière dynamique suite à des attributs معينين. بمعنى تعمل جروب ديناميك تعمل جروب
au moment de la création تعمل جروب M365 ولا ان جروب دو سيكوريتي التيب نتاعو ستاتيك ولا ديناميك تمشي تختار ديناميك ومن بعد لازم تمشي تعمل بروغراماسيون نتاعك الديناميك هذيك شنو هي بالضبط كيفاش كيف ولا هذيك بتاع تي ان صحيت بازي على دي زاتريبيو نتاع دي زيتيليزاتور معينين هي دونك فايز دونك من غير ما ريت تكمل فوالا حاجه اخرى اذا كان فما انت مثلا تكون عندك ظهر لي ما تنجمش تردو ستاتيك تردو ديناميك ظهر لي ما تنجمش ديريكتومون ظهر لي معناتها يكون هو ستاتيك تردو ديناميك ظهر لي ما تنجمش مي انا تديك ديفينيسيون شنو هي بالضبط فهمتني معناتها لاجو نتاعها انا نقول لك مثلا اي انسان مثلا ديبارتمون نتاعو ريسورس هيومان ولا ارهاش ولا اي فالور مش ليست دو رولونت انت معناها فهمت تحط اي فالور تحط حتى حرف ولا رقم اي انسان لاتريبيو نتاعو ذي فالور نتاعو هو يتقال الفالور هذه اللي ديكلاريتها انا اوتوماتيكمون يسخا مامبر معناها فهمت شنو مثلا هو بنعطيك يوز كيس صاحبي الجروب دي سيكوريتي في اللادي واضح لو فرضنا انت خويا عندك اكثريه الناس مش عروفات دونك ياخذوا ليسونس معينه فهمت شنو دونك لازمني انا نمشي نعمل جروب دو سيكوريتي في الادي ونقول له يا ادي حط لي فيه لي زيتيليزاتور كي نون با لاتريبيو ماناجير ايت ايغال وي مثلا فهمت شنو مثلا جروب ديناميك في هذا دو سيكوريتي في الاكتيف دايركتوري دونك يسخاص هذاك باش يعمل لك باش يمشي مثلا يلم لك لي زيتيليزاتور اللي ما عندهمش الفالور ماناجر تيغال وي مثلا دونك يوزر عادي فهمني شنو مش من العرفات الكبار كي يطلع الجروب هذاك الانترا اي دي اترافير لا زورا دي كونيكت كيما قلت لك عليه اللوتي هذاك نمشي من بعد انا خاطر تنجم تعمل لافيكتاسيون تاع ليسونس من لا ديره لا دي ما يفهمش كلمه ليسونس لازم تستنى يطلع الانترا اي دي تمشي من بعد للادمين سنتر نتاع ام 365 وتافكتي الليسونس الجروب هذاك فهمني شنو هذا ايش قاعدين يعملوا اليوم بالبي والتي في الشركات بالضبط هكا بالضبط جروب السيكوريتي يجيك من لدي يطلع للانترا اي دي ومن الادمين سنتر تافكتي له خويا الليسونس 28 une équipe Teams contient plusieurs canaux standards où sont stockés les fichiers de ces canaux plusieurs canaux standards une équipe Teams contient plusieurs canaux standards où sont stockés في site SharePoint dans le même site SharePoint associé à l'équipe avec des dossiers par canal. Voilà. Un canal privé est créé dans une équipe Teams. Quel est l'impact côté SharePoint هذه مش équipe بريفي هيك هو لا هذه مثلا équipe بريفي فيها 5 من الناس مشيت عملت انا كانال بريفي فيها كان جزء من الناس هكا هو دونك 3 من الناس الاخرين ما يراهوش الكانال هذاك فهمتي شنو دونك كاين امباكت كوتي شير بوينت الامباكت كونه هو باش يمشي يعمل له بيبليوتيك ابار اكسيسيبل كان من جماعه الممبر هذوك نتاع الكانال بريفي نتصورها هذيك هي الامباكت نتصوروا هكاك جونتيسيب راني ان سيت شير بوينت سيباري est créé pour ce canal privé voilà به ديفينيسيون شنو قلت لك قول لي للكانال البريفي هذيك الثانيه يعملها ان سيت ويب دونك اللي موجودين في الجروب اللي تحته الكانال ما يشوفوش السيت يشوفوا كان اللي في الكانال باش نعاود نفسر لك صديقي لقطه صغيره خاطر هذا اللي غابت عليا انا المره اللي فاتت قلنا نحن كي نعمل كرياسيون دون ايكيب تيمز il te crée un site SharePoint والا لا لو فرضنا نحن عملنا كرياسيون دون ايكيب تيمز بريفي فيها 5 من الناس وجيت انا في وسط ليكيب تيمز هذيك عملت كانال بريفي فيها 2 من الناس اكا هما كان 5 من الناس هذوك واضح vu que انت عملت كانال بريفي في quelques personnes quelques utilisateurs quelques membres il va te créer يتسمى un sous-site من السيت الكبير نتاع ليكيب فهمتي شنو يعمل لك كرياسيون تاع سيت اخر مي il appartient للسيت الكبير نتاع ليكيب هذيك اللي نحن قلنا وقتها يعمل كرياسيون دون ايكيب تيم سا تو كري ان سيت شير بوينت فهمتي شنو الفازه
هذا هو شنو اللي قالك بالضبط. قالك ان سيت SharePoint séparé et créé pour ce canal privé. فهمها ولا نعمل فهمها ولا ديمونستراسيون صغيره نعملها لك؟ ما فهمت. فهمت شنو اللقطه؟ قالك مايكروسوفت identique اسمعني. Microsoft indique que les canaux standards partagent le site SharePoint de l'équipe tandis que les canaux privés ont leur propre site. فهمتني؟ Mais il appartient au site père تاع l'équipe بيدها معناها. Une équipe veut collaborer avec un partenaire externe sans de l'ajouter comme invité classique dans toute l'équipe. Quel canal? هذايا في التيمز ادمين سنتر. خاطر فما نحن شنو نحن عندنا نفتح حلقه اوسع عليها اللقطه هذه. الكنال في تيمز عندنا بريفي والببليك قلت لكم عليه هنا ولا الكنال مش ليكيب. بون ما فماش كنال ببليك، فما كنال ستاندار يتسمى. بمعنى كي نعمل انا كرياسيون دون ايكيب تيمز بريفي مثلا ونعمل فيها كانال دو تيب ستاندار، اوتوماتيكمون لي ممبر تاع ليكيب هذيك ils seront affectés لكل كانال هذاك. صحيح والا العادي هذاك اللي يمشيو به. سينون تنجم تعمل ايكيب بريفي في وسطها كانال بريفي فيها كان كيلكو زوتيليزاتور ممبر ما كل ليكيب هذيك. واضحين اللي كنت نفسر لك فيه. فما نوع ثالث اسمه ان كانال بارتاجي، ان شيرد شانل. ان شيرد شانل ولا ان كانال بارتاجي يخليني نجوتي جيست يوزر من غير ما نجوتيه عندي في التونون، من غير ما ننفيتيه عندي. اما سي سولمون سي فما ليزون ما بين التونون تاعي انا والتونون تاع اليوزر الاخر. بمعنى الجيست لازم يجيني من تونون اخر باش نجم نعمل معاه شير شانل. فهمتي شنو؟ باش نجم نجوتيه في تيمز من غير ما نجوتيه عندي انا في الانترا اي دي نتاعي. اوتوماتيكمون انا فما رابط ما بين التونون نتاعي انا الانترا اي دي نتاعي انا والانترا اي دي نتاع الشركه الاخرى. فهمني؟ يتسمى ان كانال بارتاجي. طف يتزاد خويا عندي في الكانال اللي نحب عليه انا اللي هو اسمه بارتاجي هذايا، من غير ما نجوتي له ليدونتيتي نتاعو في الانترا اي دي نتاعي انا. اما سي سولمون سي الجيست يكون جاي من تونون اخر مش من جيميل ولا ياهو معناها. فهمت شنو هو هذاك؟ شنو اللي قالك يعني؟ قالك اون ايكيب فو كولابوري افيك ان بارتنير اكسترن سون لاجوتي كوم ان انفيتي كلاسيك دون توت ليكيب. كيل تيب دو كانال peut répondre à ce besoin? C'est le canal partagé. والله ما شفت الوحده رانيه الريبونس. فوالا شنو دي تجي توريني باغ اكزومبل هذا افونسي صاحبي، هذا افونسي في الاس سي 300. اما هاني خاطر فيها خدمه وراها معناتها. فهمت شنو؟ مش بارتي نتاع فوندامونتال هذايا راه. فهمتني؟ هذا في الاس سي 300 هذا بارتي نتاع كونسلتينغ. انت خويا بارتي نتاع ديسك هذايا تاع جماعه الكونسلتون معناها جماعه اللي الفوق معناها. فهمت شنو؟ هما اللي كي فون بروبوزي الحكايه هذيا معناها. فهمتني؟ به قالك peut-on ajouter un invité classique intra-ID B2B directement dans un canal partagé؟ لا الكانال بارتاجي ما تنجم تجوتي فيه الا دي زيتيليزاتور انا ديجا عامل فيدراسيون وليزون مع التونون نتاعهم هما اترافي البي تو بي ديريكتومون بي تو بي ديريكت كونيكت اسمه مش بي تو بي كولابوريشن. قالك نو لي كانو بارتاجي utilise plutôt le B2B direct connect pour les utilisateurs externes مش بي تو بي كولابوريشن. خاطر بي تو بي كولابوريشن اللي يحكي لك الجيست نتاع الجيميل ولا حتى من تونون اخر ولا اللي هو معناها نتاعنا. Donc un fichier est partagé dans le canal général d'une équipe Teams qui peut normalement y accéder tous les membres de cette équipe. Voilà, les membres de l'équipe ayant accès au canal standard. Mais le service finance veut un espace restreint dans une équipe déjà existante, accessible seulement à quelques membres internes. Quel canal est le plus adapté? Dans une équipe déjà existante, voilà, canal privé. فهمتوها شنو تاع canal privé canal public ولا plutôt canal standard مش public يتسمى. الكانال بريفي اللي هو انت في ايكيبا نتاعك فيها 5 من الناس تعمل كانال بريفي وتقول في الكانال هذاك فما كان جزء من الناس ماكل 5. فهمت شنو؟ Donc قالك un utilisateur crée un dossier directement dans une bibliothèque SharePoint associée à une Teams. Cela crée-t-il automatiquement un canal Teams? لا 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 لا. كي تمشي تعمل دوسي في سيت شير بوينت وكالسيت هذاك ديجا اسوسيي
ليكيب تيمز ما تنجمش ترى الدوسي هذاك ولا سو فورما دان كانال، خاطر الكانال اذا كانوا بريفي مثلا ساتكري ان اوتر سو سيت من السيت البير نتاع ليكيب تيمز هذيك. فهمني هذيك شنو الليميت الماكس معناتها هذه نو نتصورها ولا نو. Créer un dossier SharePoint ne crée pas automatiquement un canal Teams, mais créer un canal Teams, ça te crée, et notamment un canal privé, ça te crée un autre site. Ou alors, il y a un canal standard, ça te crée une autre bibliothèque dans le site. Une équipe Teams, voilà un site SharePoint. Une équipe Teams basée sur un groupe M365, voilà un site SharePoint. Le service communication veut publier une page d'accueil intranet visible par toute l'entreprise. Quelle solution la plus adaptée? C'est un site SharePoint de communication. Site de com, يتسمى. والله هيك site SharePoint de communication. les types نتاع لي سيت رانا مازلنا ما دخلناش فيهم باطناب. كي نوصلوا SharePoint admin center تنوصلوا لها الحكايه هذه. Le service IT veut donner accès à une application SaaS uniquement aux membres du service RH. Quelle approche la plus propre? Les applications SaaS نلاقي كيما الابليكاسيون اللي تاعك انت تسمى SaaS هذيك. فهمتني؟ يتسميو SaaS Software as a Service. اوتوماتيكمون ليه بانترا اي دي كيما قلت لك انا ما قبيليك باش نعطيها اكسي لممبر معين من السيرفيس ار اتش. كي لابروش لا بلو بروب تعمل كرياسيون نتاع جروب دو سيكوريتي ستاتيك ولا ديناميك كيف ما لازمك فيها جماعه الار اتش انت بور جيري لي زاكسي فوالا ان جروب دو سيكوريتي. الولاد اسكو فاهمين ولا لا؟ بخلاف ناقي خاطر من قبيلك معايا ناقي وشفناها الحكايه هذه. Donc un manager demande à recevoir les emails d'une adresse commune, contact avec son équipe sans de créer espace Teams. Quelle solution choisir? Le manager demande à recevoir les emails d'une adresse commune. Il joue les mails d'une adresse commune. Sans aider de liste de distribution. Voilà, ou la boîte aux lettres partagée. Mais il demande à recevoir. Donc, voilà. نحط لا مش في الليست ديستريبيسيون مش في الانترا في الام 365 ادمين سنتر ولا في الاكشانج ادمين سنتر تعمل كرياسيون نتاعها. دونك لهنا لازمك تحط لي ممبر نتاعو هو في الليست دو ديستريبيسيون. فوالا قالك اما دوموند recevoir les emails d'une adresse mail commune contact avec son équipe. boîte aux lettres partagée. علاش boîte aux lettres partagée؟ un manager demande à recevoir les emails d'une adresse mail commune avec son équipe. ما قالكش باش نبعث منها، قالك à recevoir. السيت دو كوميونيكاسيون نقرا فيها ليست دو ديستريبيسيون. مي عندك لنا الالتيرناتيف الاخرى هي الاصح فيها من راها او ريسوفوار هو ليست دو كوميونيكاسيون. recevoir ou envoi تقبل وتبعث boîte aux lettres partagée. B. Une entreprise veut envoyer une notification à 500 collaborateurs sans besoin de collaboration documentaire. Une entreprise veut envoyer une notification à 500 collaborateurs sans besoin de collaboration documentaire. Quelle solution? Sans besoin de collaboration documentaire. بعد ما نعملهمش كرياسيون تاع تيمز اللي هو ليست ديستريبيسيون. فوالا فوالا استاش قالك اون انتربريز فو انفويي اون نوتيفيكاسيون ا 500 كولابوراتور. خاطر كي تعمل كرياسيون دان جروب ام 365 ولا اون ايكيب تيمز سا جينير كيف اون ادريس ميل لكن ليكيب تيمز هذيك فهمني شنو. مي هو لهنا حب يعطيك التقسيم الصحيح باش تهرب انت على الكرياسيون دون ايكيب تيمز بور اليوز كيز هذا. قالك لا جوست نحب نبعث لهم نوتيفيكاسيون كهو ما عانيش باش نعمل لهم نوتيفيكاسيون بلوس ان اسباس دو كولابوراسيون دوكيومونتير. فهمت شنو معناتها وين نستوكي الدوكيومون هذاك؟ علاش لهنا جروب دو ديستريبيسيون. شوف يلعب على الكلام عرفت سون بزوان دو كولابوراسيون. صحيت على الكلام. راهو مهف كبير يلعب على الكلام خاطر بالرسمي يوز كيز نجم يجيك يقول لك انا نحب نبعث دوكيومون نحب نبعث نوتيفيكاسيون 500 عبد. تعرف روحك انت 500 عبد لازم نحطهم في جروب باش نبعث لهم نوتيفيكاسيون. اي انا هو تيب دو جروب دو سيكوريتي لا جروب ام 365
نجم نبعث نوتيفيكاسيون وقت اللي يكونوا في جروب، وقت يكونوا في تيمز. مي انا قالك راني ما حاجيش نعمل كرياسيون دو تيمز، حابش باش نعمل نوتيفيكاسيون هكا هو. دونك ميل بروبرومون الحكايه. توا فهمت السي شنو؟ ما تجيش، السي ما تجيش. boîte aux lettres partagée avec Saxon propriétaire. باش لا نبعث مش ولا لا واي. لعب لك على الكلمه باش نبعث نوتيفيكاسيون جو في نوتيفيي، مانيش باش نبعث ميل ونستنى في ميل يجيني ماك الادريس هذيك. فهمت شنو؟ باش نعلم اكا هو اللغه اللي تاع باش نعلم اكا هو راهو جروب دو ديستريبيسيون، ليست دو ديستريبيسيون ولا دو، نسيت اسمه الاخر، دو ديفيزيون. فوالا فهمت شنو البيعه؟ واي. شنايدر صحيت معناتها ما غير شير بوينت. وشنو هو الحاجه اللي تعمل كرياسيون معناتها تاع شير بوينت اللي هو جروب ام 365 اللي هو تيمز معناها، وهو ما حشوش بها هكاك. دونك حاجته كان باش تبعث ميل هكا هو، دونك جروب دو ديستريبيسيون نوتيفيكاسيون هو لعب لك. فهمت شنو اللعبه هذيك شنيا؟ B. قالك une équipe projet utilise Teams. Un membre ajoute un fichier dans un onglet fichier d'un canal standard. Quel service héberge réellement ce fichier? هذه Une équipe projet تستعمل في Teams. Donc, random équipe. Voilà, un membre ajoute un fichier dans l'onglet fichier du canal standard. تاع تيمز. Voilà. قالك كل شنو سيرفيس. شكون السيرفيس اللي يبرجي ولا يستوكي ريالمون الفيشي هذاك؟ تيمز دونك جروب تيمز ايجال شير بوينت. صحيت. دونك شير بوينت اون لاين مفهوم الجماعه الاخرين دونك فهمت شنو هذه فما مونك نتاع الكيستيون ناقصه حسيتها. قالك اون بيرسون اكسترن دوا اكسيدي ا ان فيشي بريسي. الفيشي البريسي هذاك وين ستوكي؟ مي با فوالا كل ميثود. مي با ا تو لو سيت شير بوينت. دونك نتصوروا لهنا باش يقول لك راه الفيشي هذاك راه ستوكي في سيت شير بوينت، مي نحبوا يدخل كل الفيشي هذاك هكا هو، ما يدخلش للسيت بكله. شنو نعمل بالضبط؟ هو موجود في الجروب في الكيب تيمز. لا موجود وكا هو موجود. دونك موجود دونك يكسيدي للسيت شير بوينت. لا راه انا عندي جيست ولا البيرسون اكسترن مقيد عندي ولا ما انجستري في انترا اي دي، مش معناتها راه يدخل للسيت شير بوينت نتاعي الكل. ما يدخل للسيت شير بوينت الا ما انا نجوتيه عندي في السيت شير بوينت المعين ولا ليكيب تيمز المعين. فهمت شنو؟ الجيست ما يدخلش بار ديفو للسيت شير بوينت ولا كيب تيمز بار ديفو الكل اللي عندي انا في التونو. ما يدخل الا ما نجوتيه ممبر. هو قالك اون بيرسون اكسترن دوا اكسيدي. دونك اون بيرسون اكسترن موجود عندي لازم تجوتي. لو فرضنا هو موجود عندك في انترا اي دي واضح. قالك نحب يدخل الفيشير المعين مي با السيت شير بوينت. انا الاقتراح يعني نتصوروا انا لهنا ريتك الفيشي اللي في السيت شير بوينت هذاك تجي تعمل له بارتاجي مع الجيست يوزر هذاك اللي عندك. ما تجي انت مثلا ريت في التيمز نتاعك انت لهنا، لو فرضنا عندي انا ويني عندك لي كانو عندك جنرال في البارتاجي مثلا، باش نجي نعمل لك مثلا شارجي اي فيشي في الشارجي مثلا هذا السي في نتاعي هكا موجود لهنا، تعمل له بارتاجي ونحط الميل نتاع السايد الاكسترن. ان برانسيب هذيك هي الحل. دونك ما نجوتيش ممبر معايا من بارتاجي له الفيشي هذا. نتصورها هكاك بارتاج افيك لي ليان بيرسون سبيسيفيك سي لا بوليتيك اكسترن لوتوريز. اوكي شي يمكن فيها هذيك سي لا بوليتيك اكسترن، مي هذيك بارتاج افيك بيرسون سبيسيفيك معناتها جاي عمل لك وعمل لك بارتاج. فهمت شنو؟ احسبوا شير بوينت هذا مش تيمز، سي كيف معناها تعمل لك بارتاج تبعثوا ما تستحقش باش تجوتيه ممبر معناها. فهمت شنو؟ فوالا كل حاجه اللي تستحق لها معناتها مش نجي نعمل انا كي ونعمل اجوتي بلوتو اجوتي كي سامحوني نجي نعمل كي اجوتي ان ممبر ونجوتيه وقتها باش يولي يرى السيت الكل واللي فيشي الكل اللي عندي يعني. مي انا نحبوا يرى كل فيشي هذا دونك بارتاج هذاك بيرسون سبيسيفيك هاكا او تحط البيرسون نتاعك انت.
نمشي نعمل كرياسيون دون ايكيب تيمز نحط فيها لي دوكيمون كونفيدونسيال اما ما نحط فيها كان لي ممبر اللي حاسب باش يراوها تصور هكا كري ان كانال بريفي او ان اسباس شيربوينت افيك بيرميسيون ريسترانت اوكي هو كري ان كانال بريفي اللغه اللي حكيت لكم انا والا يمشي يعمل كرياسيون دان سيت شيربوينت ويمشي في كل البارتي نتاع لي زوتوريزاسيون يمشي يمانيبيولي كيما يحب معناها mettre les fichiers dans le canal général. Donc, supposons que l'équipe موجودة منها. Voilà. الأخرين لا. Donc, un utilisateur affirme Teams stocke tous les fichiers directement dans Teams. Quelle est la réponse correcte? Les fichiers échangés dans un chat one-to-one sont stockés dans le OneDrive, dans l'espace OneDrive de l'expéditeur. Les fichiers qui sont échangés dans une équipe Teams seront stockés dans le site SharePoint associé à cette équipe-là. Voilà. Donc, non, les fichiers Teams sont stockés dans SharePoint pour les canaux et dans OneDrive. ودي أقسم والله العظيم لا ريت هالريبونس. الكيستيون نمرو 44 يا أخي عملنا 44 كيستيون بخلاف نتاع قبيليك والله مانا مزمرين خويا. Un chef de projet quitte l'entreprise. Son OneDrive contient des fichiers critiques du projet. Quelle est la bonne réflexion de l'administration? هذه كاينه ديليغاسيون على الوان درايف كاينها ديليغاسيون على الوان درايف اما ما فماش بروبرومون السونس نتاع الديليغاسيون على الوان درايف ما فماش كلمه ديليغاسيون على الوان درايف اما كاينها هكاك قالك شوف فما شكون خرج من لونتربريز وعنده دو دوكيمون كريتيك دو بروجي انت تعرف شنو نعمل في فازه كيف هذايا تعرف شنو نعمل نمشي نكسيدي اون طونك ادمينستراتور على الوان درايف نتاعو تنوريكم كيفاش نكسيدي له دونك يا عباد اللي تستعمل في اوفيس 365 واللي عندكم دي فيشي في الوان درايف نتاعكم راهو الادمينستراتور يجي يدخل لهم قوس وسكر بالرمضان صحيت قبل رمضان اصل قلتها دونك انا اون طونك ادمينستراتور نمشي نكسيدي لي فيشي نتاعو هو في وان درايف نتيليشارجيهم ونحطهم في كوان ابار بالنسبه للعباد اللي تحب تكسيديرهم من بعض. هذاك الشيء نعم كيفاش نكسيدي الوان درايف نتاع انسان اون طونك ادمينستراتور انا عندي جلوبال ادمينستراتور مثلا باش نمشي للام 365 ادمين سنتر admin.microsoft.com admin.microsoft.com ها كيفاش الادمينستراتور يكسيدي utilisateur اكتيف باش ناخذ انا اي يوزر مثلا لهنا هكايا باش يمشي ينزل عليه لهنا وان درايف فوالا وتعمل كريي ان لين فيغ لي فيشي طف نلقى روحي في الوان درايف نتاعو السايت ريت اللقطه باش نجي لهنا نعمل هكا تيليشارجي نلقى روحي في الوان درايف نتاعو نكسيد لي فيشي نحب عليهم الكل ريت اللقطه هذه نتاع الكوتا قبل قلت لك عليها راه فما ستوكاج كل يوزر عنده 1 تيرا ولا 1024 جيجا في الوان درايف نتاعو 1 تيرا في بالي 1 تيرا 1 تيرا هيك 1 تيرا دونك بور ريبوندر الكيستيون قلت لكم ان نكسيدي الوان درايف نتاعو هو تيليشارجي ما نعرفش هو عمك تشات جي بي تي شو كيفاش تخمموا في الحكايه هذه قالك ايفيتي دو ستوكي لي فيشي d'équipe les fichiers d'équipe dans le OneDrive personnel d'un seul utilisateur privilégié SharePoint. شنو un chef de projet quitte l'entreprise قالك ال OneDrive نتاعو فيه دي fichiers critiques شنو هي l'administration باش نعملها l'administration باش نكسيدي قالك واش قالك éviter de stocker les fichiers d'équipe dans le OneDrive personnel d'un seul utilisateur. لي بون براتيك يحكي عليهم معناتها انتوما كعباد
عندكم دي فيشي يشانجي في تيمز، ما يجيش تيليشارجيهم عندكم وتحطوهم عندكم في الوان درايف، خاطر كي باش تخرجوا من بعد الوان درايف يسخا بلو اكسيسيبل. دونك بريفيليجي معناها وامشيو اكثر للستوكاج في شير بوينت ولا في تيمز معناتها سون فيريفيي لي دوني. كونتينيو ا utiliser son OneDrive après son départ. انا خويا نجمش نعمل نمشي تيليشارجي له الفيشي نتاعو هو الكل، فهمتني؟ نتيليشارجي الفيشي نتاعو هو الكل، نحطهم خويا في بلاصه اللي حاجته بهم، نقولوا على بلاصه هذيك، البلاصه هذيك ملوك اكسيبل كان بيانا كهو، والا في الذي خاطر بارتي تاع الجوفرنونس تسمى هذا الحوكمه كيما نقولوها نتاع فيس فيرسي 5 وقت اللي العباد يخرجوا شنو هو الحاجات اللي نعملها معناها، فهمتني؟ L'entreprise veut structurer les accès communication RH, projet IT, application RH, adresse support. Quelle association est correcte entre communication RH تنجم تعملها، projet IT تنجم تعمل، application RH تنجم تعملها، لا ظهر لي لا، adresse support. donc تنجم تعمل communication RH, projet IT, adresse support. communication RH, site de communication, voilà projet IT. هكاكا ما فهمتش انا كيل اسوسياسيون اي كوريكت معناها. كومونيكاسيون ار اش معناتها سيت دو كومونيكاسيون، بروجي اي تي معناتها تيمز، ابليكاسيون ار اش معناتها جروب دو سيكوريتي وتسينيهم للابليكاسيون معين. ادريس دو سيبور هي بوتيت بارتاجي. باهي انا انتيسيبيت معناتها الريبونس ما فهمتش قد كيل اسوسياسيون اش يقصدوا بها، ما هي هذيك هي معناتها. هذا سيت شير بوينت دو كومونيكاسيون، هذا اون ايكيب تيمز، هذا جروب دو سيكوريتي اللي انا باش نافكتيه من بعد الابليكاسيون عندي في انترا اي دي، وهذا ادريس دو سيبور اللي هي بوتريت بارتاجي باش نجم نقبل نبعث منها ميلوات.